السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي الطالب الجميل، عزيزتي الطالبة الجميلة، أهلا وسهلا بيكم في أول حصة عندنا في شابتر 2 بعنوان Representative Elements. مفيش كل سنة وانت طيب يا دكتور وانا بتفرج عليك كده في العيد، كل سنة وانت طيب يا قمر، انت وكل أهلك يا رب، وربنا يديم عليكم نعمته ويبلغنا رمضان اللي جاي واحنا بأحسن صحة وأحسن حال. ربنا يتقبل مننا رمضان، اللهم آمين، ويعنا يا رب إن شاء الله بإذن الله إن احنا نطلع من رمضان ده بعادات وحاجات جميلة كنا بنعملها في رمضان وتكمل معانا بعد رمضان. لأنه والله يا عزيزي الطالب، ربنا في رمضان هو ربنا قبل رمضان، هو ربنا بعد رمضان، هو ربنا طول السنة. فحاول يا رب إن شاء الله إن العادات اللي انت تعبت فيها 30 يوم خلال شهر رمضان وانت صايم وبتغير في عاداتك وبتزق نفسك علشان تصلي، عشان تلتزم، عشان تطلع صدقة من مصروفك وانت معكش مصروف كبير بس بتطلع صدقة، عشان تبذل مجهود زيادة وتقيم الليل ساعة وانت عندك مدرسة تاني يوم. ربنا شايف تعبك ده كله وغير في قلبك. حاول تستغل الفرصة دي، والتغيير اللي حصل في قلبك ده ما تجيش بعد رمضان وتقفل وتبتدي حياتك تاني زي ما كنت قبل رمضان. استغل رمضان وخد بعض العادات اللي انت كنت عاملها في رمضان تكمل معاك طول السنة، وربنا يا رب يكون تقبلنا رمضان ده وكتبنا انا وانت واهلنا كلهم من عتقاء من النار، اللهم امين. نبدأ شابتر 2. نبدأ شابتر 2. شابتر 2 بعنوان Representative Elements. هقول لك كلمتين قبل ما نبتدي شابتر 2. مبدئيا شابتر 1 اللي فات ده كان بقرة نص المنهج وكان فيه فهم كتير جدا جدا جدا. شابتر 2 شابتر 3 هتلاقي حجمهم أصغر بس هتلاقي فيهم كمية الحفظ أكتر بكتير من شابتر 1. عامل لك لينكات تحفة، يعني حاجات بتعلمك الحفظ، لأن أنا في بعض الطلبة أو كثير من الطلبة يعني عندهم مشكلة في جزئية الحفظ، ما بيعرفوش يحفظوا إزاي. هتلاقيني بعمل لك لينكات هنا في الكيمياء، حاول تاخد طريقة التفكير دي وتطبقها في أي مادة عندك فيها حفظ، هتلاقي إن الموضوع إن شاء الله سهل. بنربط بحاجات من حياتنا الطبيعية، وخلال الامتحان إن شاء الله صوتي يسمع في ودنك وتفتكر كل اللينكات اللي احنا حفظنا بيها أي حاجة محتاجة حفظ في شابتر 2 وشابتر 3. شابتر 2 عندنا عنوانه Representative Elements. يلا نخش في الجد، يلا نخش في الجد يا دكتور. كوباية الشاي بلبن بتاعتك جنبك، كحكك جنبك، ومديني أقصى درجات تركيزك. شابتر 2 ده عنوانه Representative Elements. ايه يا دكتور يسري Representative Elements دي؟ تعالى نفتكر عزيزي الطالب ده. ياه كل شويه تجيبه يا دكتور، ما هو ده مكمل معايا، ما انا مدرس كيمياء وانت طالب كيمياء وده البريودك تيبل بتاع الكيمياء، فده مكمل معاك لغايه لما تخلص كيمياء في حياتك. هفكر حضرتك بشويه حاجات كده في البريودك تيبل ده علشان اقول لك مين هم الريبريزنتيف اليمنتس على الهادي. بص يا سيدي، البريودك تيبل بتاعنا اتفقنا مع بعض من الترم اللي فات ان لو انا عندي النهايه بتاعت الالكترونيك كونفيجريشن كانت بتنتهي باس 1 او باس 2 كنا بنقول ان ده اسمه جروب 1A وان ده اسمه جروب 2A، وكنا بنقول ان دول اسمهم الاس بلوك، جروب 1A وجروب 2A. طيب جينا هنا ده كان اسمه البي بلوك، كان الالكترونيك كونفيجريشن بينتهي بي 1 او ببي 2 او ببي 3 او ببي 4 او ببي 5، واخر حاجه خالص دي كانت النوبل جازز بتنتهي ببي 6. طب يا دكتور يسري عايز تقول لي ايه بقى؟ اسمع مني عزيزي الطالب، عايز اقول لك ايه. دول كلهم كان اسمهم البي بلوك في البريودك تيبل. يا دكتور فاكرهم. الجروبس بقى كانت اساميها ايه؟ كنا بنقول ان الجروب ده اسمه جروب 3A، ده اسمه 4A، ده اسمه 5A، ده اسمه 6A، ده اسمه 7A، واخر جروب اللي بينتهي ب P6 ده كنا بنسميه جروب 0 اللي هم النوبل جازز. واللي في نص البريودك تيبل دول كان اسمهم الدي بلوك، يعني الحته دي كده كلها كنا بنسميها الدي بلوك. الدي بلوك دول اللي كنا بنقول عليهم ان اسمهم الترانزيشن ميتالز. طب يا دكتور عايز تقول لي ايه بقى؟ افتكر معايا كده، الريبريزنتيف اليمنتس كانوا الاتي، وعلم عليهم بايدك معايا عشان تبقى عارفهم لنفسك. بص يا صديقي كده، لو جيت قلت لحضرتك الاس بلوك كله تمام والبي بلوك كله ما عدا النوبل جازز، اللي انا معلم عليه باللون الاخضر ده اسمه الريبريزنتيف اليمنتس. يبقى يا دكتور يسري الريبريزنتيف اليمنتس دي بتمثل عندي الاتي في البريودك تيبل. بتمثل عندي مين؟ ركز كده معايا. بتمثل عندي الاس بلوك كله، وبتمثل عندي البي بلوك كله ما عدا النوبل جاز. طب واللي في النص دول كنا بنسميهم ايه؟ اللي في النص دول كنا بنسميهم الترانزيشن ميتال.
ميتالز. تركيزي هيبقى على ايه في الشابتر ده؟ هناخد جروبين من الريبريزنتيف اليمنتس. هنبتدي بجروب 1A وندرسه بالتفصيل الممل، يبقى احنا كده خدنا اكزامبل من الاس بلوك. وهناخد في نص الشابتر الثاني جروب 5A ده، يبقى احنا خدنا اكزامبل من البي بلوك. يعني يا دكتور هناخد 2 اكزامبلز من الريبريزنتيف اليمنتس، 2 جروبس من البيريودك تيبل، وندرسهم مع بعض بالتفصيل الممل. ايوه عزيزي، هناخد 2 جروبس وندرسهم بالتفصيل الممل. والترانزيشن ميتالز دول اللي هم الدي بلوك هتاخدهم ان شاء الله باذن الله اول شابتر السنه الجايه وانت في ثانويه عامه. نبدا مع بعض الشغل بتاعنا ونتكلم في اول نص في الشابتر على اول جروب يهمني من الريبريزنتيف اليمنتس، ونمسكه ونفصصه واخليه بيجري جوه دمك، الا وهو جروب 1A. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي الطالب بأن كل الريبريزنتيف elements are regular groups. يعني ايه يا دكتور يسري كلمة regular groups دي؟ بص يا صديقي، اتفقنا مع بعض 1A او 2A دول من الريبريزنتيف elements. طيب 3A كل الجروب ده، 4A اللي جنبه، 5A اللي جنبه، 6A اللي جنبه، 7A اللي جنبه، كل دول اسمهم representative elements. الجروب من الريبريزنتيف elements ايه المميز فيه؟ المميز فيه واللي هتلاقيه جميل جدا واحنا بندرس الجروبس بتاعت الريبريزنتيف elements انها regular groups. يعني ايه يا دكتور يسري ريجولار جروبس؟ هقول لك انا. ريجولار جروبس يعني كل الممبرز اللي في الجروب. يعني انا لو خدت جروب 1A ده هتلاقي ان كل الاعضاء اللي موجودين في جروب 1A دول صفاتهم شبه بعض وفي تدرج في صفاتهم. يعني ايه يا دكتور؟ يعني مثلا لو كل دول في جروب واحد هنقول ان كل دول رجاله، كويس، مفيش فيهم ولا واحده ست. وفي واحد ارجل من اللي بعده، ارجل من اللي بعده، ارجل من اللي بعده، ارجل من اللي بعده. يعني ايه يا دكتور اللي انت عمال تقوله ده؟ كل الحاجات اللي موجوده في نفس الجروب بيبقى ليها نفس الصفات، ولكن بيبقى فيه تدرج في الصفات بتاعتها كل ما انزل تحت في الجروب. والكلمه بتاعت regularity of group، يعني الكلمه اللي قدام حضرتك دي regular groups، معناها ان الصفات بتتدرج في نفس الجروب لكن كل الجروب عنده نفس الصفه. وهندرس الصفات بتاعت جروب 1A وهشرح لك عليها معنى كلمه regular groups. ومميز جدا ان كل الريبريزنتيف elements عندهم ريجولار جروبس، لكن حاجه زي اللي في النص ده، اللي في النص ده قلنا لحضرتك ان اسمه الترانزيشن elements. الترانزيشن elements او الترانزيشن ميتالز دول هتلاقي ان صفاتهم مش ريجولار. يعني الحاجات اللي موجوده في نفس الجروب بالنسبه للترانزيشن elements ما بيبقاش فيها ريجولاريتي او تدرج في الصفات. يبقى كلمه ريجولاريتي في الصفات اللي موجوده في نفس الجروب دي حاجه خاصه بالريبريزنتيف element، زي اول كلاس هندرسه من الريبريزنتيف elements اللي هو جروب 1A. دي بس معلومه تبقى عارفها لنفسك. يبقى كلمه ريجولار جروب معناها ان كل الاليمنتس اللي هتبقى موجوده في الجروب اللي احنا هندرسه ده بيبقى عندها great regularity and graduation، يعني تدرج in their properties، يعني في صفاتهم. وده مش بيبقى موجود غير في الريبريزنتيف elements، ومش هتلاقيه موجود عزيزي القمر في حاجه زي الترانزيشن elements اللي هتدرسها اول سنه بتاعه ثالثه ثانوي ان شاء الله في اول شابتر. نبدا بقى بجروب 1A بتاعنا الجميل. جروب 1A بتاعنا الجميل ده ايه اسمه ومين اعضائه؟ ركز معايا كويس قوي 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 في اللي هقوله ده. جروب 1A اللي بيقع اقصى شمال البيريودك تيبل. جروب 1A كل الاليمنتس اللي موجوده فيه بنطلق عليهم الكالي ميتالز. يبقى دي اول كلمه هتحفظها معايا، وخلي بالك كلمه الكالي ميتالز دي هتتسال عليها. جروب 1A كله الكالي ميتالز؟ لا. ليه؟ في ده. مين ده يا دكتور؟ دي الهيدروجين. الهيدروجين فاكر لما كنت بقول لك انها جاسوس؟ الهيدروجين بتنتهي الالكترونيك كونفيجريشن بتاعها ب S1، ما عندهاش غير الكترون. يبقى موجوده كمكان في البيريودك تيبل في جروب 1A، ولكن الهيدروجين ما كانتش ميتال. اوعى تزعلني منك، الهيدروجين نون ميتال. طب يا دكتور يسري ده معناه ايه؟ معناه ان كل الاليمنتس اللي موجوده في جروب 1A اسمها الكالي ميتالز، ما عدا الهيدروجين لا يندرج تحت كلمه الالكالي ايه ميتالز. طب يا دكتور اساميهم كانت ايه؟ افكرك بسرعه. ليثيوم،
يليه صوديوم، يليه بوتاسيوم، يليه رابيديوم، يليه سيزيوم، واخر واحد عندي اسمه فرانسيوم. حلو الكلام، حلو الكلام. تعال نقرا الكتاب عندك مكتوب فيه ايه. بيقول لحضرتك الميتالز اوف ذيس جروب ار نون از ايه، زي ما انا لسه قايل لك كل الميتالز اللي في جروب 1 ايه اسمهم الكالي ميتالز. علم لي عليهم اهم يا دكتور، من اول الليثيوم لغايه الفرانسيوم كل دول اسمهم الكالي ميتالز. طب في حاجه موجوده في جروب 1 ايه وما اسمهاش الكالي ميتالز؟ مين هي يا دكتور؟ عندي حاجه اسمها الهيدروجين. الهيدروجين ده ميتال ولا نون ميتال؟ نون ميتال، يعني موجود في جروب 1 ايه بس ما بقولش عليه الكالي ميتالز. طيب يا دكتور خلاص انا عرفت جروب 1 a مكون من ايه، وعرفت ان جروب 1 a كله بينتهي الالكترونيك كونفيجريشن بتاعه باس 1. الاوتر موست انرجي ليفل بتاعه بيبقى فيه سنجل الكترون فقط. حلو الكلام، حلو الكلام يا دكتور يسري وزي العسل. هنقول ايه بعد كده؟ انظر بقى للرسمه الجميله دي اللي احنا عملناها مع بعض الترم اللي فات، وهشرح لك عليها كل اللي مطلوب منك في البارت ده. ده هو الريبريزنتيف اليمنتس، يعني لاغي لك الحته بتاعت الترانزيشن ميتالز. ده جروب 1A 2A ثم 3A 4A 5A 6A 7A. ايه بقى يا دكتور اللي انت عايز تقوله لي؟ احنا بندرس جروب 1A صح؟ ايوه يا دكتور صح. الجنرال بروبرتيز، الصفات العامه لكل الحاجات اللي موجوده عندي في جروب 1A. ايه الصفات العامه اللي موجوده لكل الحاجات اللي موجوده عندي في جروب 1A؟ وركز لان كل صفه هقولها لك افهمها لك هتلاقي ان الدنيا سهله جدا ومش محتاجه منك حفظ ان شاء الله. بيقول لحضرتك جروب 1A كله مميز بالبريزنس اوف سنجل الكترون ان ذير اوتر موست انرجي ليفل. يعني كل الحاجات اللي موجوده في جروب 1A دي لما نيجي نعمل لها الكترونيك كونفيجريشن، يعني نوزع الالكترونز بتاعتها، هنلاقيهم كلهم بينتهوا باس 1. تمام تمام، حلو يا دكتور. طب اس 1 ده يا دكتور يعني جروب 1 a لازم؟ اقسم بالله يعني لازم. طب كلهم مشتركين في الصفه دي؟ كلهم مشتركين في الصفه دي. طب ده بقى يا دكتور طلع منه ايه او ايه الحاجات اللي هستنتجها منه؟ اول حاجه ان الاليمنتس دي بتexist at the beginning of each new period in the periodic table. يعني اي نيو بيريد في البريودك تيبل اللي بالعرض ده اسمه بيريد. اي نيو بيريد في البريودك تيبل بيبتدي من حاجه اسمها جروب 1A. ده البيريد الاولاني بيبتدي بهيدروجين، ده البيريد الثاني بيبتدي بليثيوم، ده البيريد الثالث بيبتدي بصوديوم. يبقى فتحه اي بيريد في البريودك تيبل هتبقى ميتال من جروب 1A. ايوه يا دكتور هتبقى ميتال من جروب 1A لغايه لما نخلص خالص لغايه نهايه البريودك تيبل جروب 7A. حلو الكلام، حلو الكلام. ثم their oxidation number is +1. تعالى بقى مفكرك والحاجات دي خلاص بقت عندك فهعدي عليها بسرعه. مش كل الاليمنتس نفسها يبقى زيها زي اقرب نوبل جاز ليها؟ يا دكتور. طب جروب 1A ده كله مميز ان عنده في الاوتر موست الكترون واحد. علشان يبقى زي النوبل جاز كان بيعمل ايه؟ كان بيلوز الالكترون ده ويبقى زي النوبل جاز اللي قبله على طول في البريودك تيبل. يعني الليثيوم دي ليثيوم 3 لو خسرت الكترون تبقى زي الهيليوم اللي موجود هنا في البريودك تيبل من جروب 0. الصوديوم دي صوديوم 11 لو خسرت الكترون تبقى زي النيون اللي هو الاليمنت اللي قبلها على طول في البريودك تيبل نوبل جاز. يبقى الفكره كلها ان كل الحاجات اللي موجوده في جروب 1A دي هتخسر الكترون ويبقى الالكترونيك كونفيجريشن بتاعها بعد ما تخسر الالكترون ده زي النوبل جاز اللي قبليها في البريودك تيبل. سهله سهله. فالاكسيديشن نمبر بتاعهم او الرقم اللي بيتحط عليهم بعد ما يلوزوا الالكترون دايما كلهم عندهم الكترون في الاوتر موست بيلوزوه ويتحط عليهم +1. الكلام جميل قوي يا دكتور. طيب اللي بعده بيقول لك ركز بقى عشان دي احنا عملناها الشابتر اللي فات فعايزها تبقى صاحيه في دماغك. جروب 1A ده مميز بالنسبه لاخواته الميتالز ان هو بيعمل الويكست ميتاليك بوند فيهم. فكرني كده يا دكتور بالكلمتين دول. حاضر حاضر تعالى معايا. الميتالز اللي عندي هم جروب 1A وجروب 2A وجروب 3A صح يا حبيبي؟ يا دكتور صح. ايه بقى موضوع الميتاليك بوند ده؟ افكرك ده كان الختمه بتاعت الشابتر اللي فات، يعني اخر ليسون لسه عاملينه وهفكرك بيها تاني. الحاجات اللي في جروب 1A دي كلها كانت بتلوز الكترون واحد. الحاجات اللي في جروب 2A دي كلها كانت بتلوز 2 الكترونز. الحاجات اللي في جروب 3A دي كلها كانت بتلوز 3 الكترونز. طب يا دكتور كنت بتقول لي ايه بقى في الميتاليك بوند؟ كنت بقول لك
ان الميتاليك بوند دي كانت بتبقى اقوى لما عدد الفالنسي الكترونز يزيد، يعني عدد الالكترونز اللي في الاوتر موست اللي هنخسرها ما يزيد. يبقى جروب 1A كله بيخسر الكترون واحد، جروب 2A كله بيخسر 2، جروب 3A بيخسر 3. مين اقل واحد فيهم بيخسر الكترونز؟ جروب 1A. يبقى جروب 1A لما تيجي تبص على حته ميتال منه هتلاقي ان حته الميتال اللي فيها دي موجود فيها اضعف ميتاليك بوند مقارنه ببقيه الجروبس. اتفقنا. وكنا بنقول على موز سكيل. ايه موز سكيل ده يا دكتور؟ موح سكيل اللي كنا بنقول عليه الشابتر اللي فات، ان جروب 1A مقارنه ببقيه الميتالز هيبقى عنده السوفتست كاركتر. يعني ايه؟ ما هو كل ما الميتاليك بوند ما تبقى اقوى كل ما يبقى هارد. يبقى الميتال مثلا اللي في جروب 3A هيبقى عنده اقوى ميتاليك بوند فهيبقى هارد، يعني هياخد رقم عالي على موز سكيل. طب يا دكتور الحاجات اللي في جروب 1A عندها اوتر موست الكترون واحد بتخسره، يعني عندها اقل عدد من الفالنسي الكترون فبتعمل اضعف ميتاليك بوند فما بتبقاش هارد زي 3A، دي بتبقى فيري سوفت. ايه تاني كانت بتاثر فيه الميتاليك بوند؟ كانت بتاثر على البويلنج بوينت وكانت بتاثر على الميلتنج بوينت. كل ما الميتاليك بوند ما كانت بتبقى اقوى كل ما البويلنج بوينت والميلتنج بوينت بيبقوا اعلى. اذا جروب 3A ده الميتاليك بوند اللي بيعملها بتبقى قويه جدا. طب يا دكتور ده معناه ان البويلنج بوينت والميلتنج بوينتس بتاعتهم هتبقى عاليه. طب جروب 1A ده يا دكتور الميتاليك بوند اللي بتعملها بتبقى ضعيفه، اضعف ميتاليك بوند عشان عندهم اقل عدد من الفالنسي الكترونز. يبقى معناه ايه؟ ان جروب 1A ده عنده اقل بويلنج بوينت وميلتنج بوينت. يبقى جروب 1A اللي عنده الكترون واحد بس في الاوتر موست بيخسره بيعمل اضعف ميتاليك بوند، وما دام هو بيعمل اضعف ميتاليك بوند ده معناه ان هو هيبقى عنده اللوست ميلتنج اند بويلنج بوينتس وهيبقى بريتل. يعني ايه كلمه بريتل يا دكتور يسري؟ عكس كلمه هارد. يبقى جروب 3A هيبقى هارد، انما جروب 1A الهاردنس بتاعته هتبقى قليله جدا، هنقول عليه بريتل. جميلة. خلصنا أول كام صفة عايز أتكلم فيهم في جروب 1A. تعال نكمل ونشوف عندنا بعد كده إيه. انظر إلي للصفة بقى اللي بعدها. الصفة اللي بعدها بيقول لك their atoms have the largest atomic size والsize be increase as the atomic number be increase في جروب 1A. اهدى بقى كده معايا علشان دلوقتي عايزك تجيب لي الميني بيريودك تيبل ده كده قدامك ونعمل حاجات من الترم اللي فات هتمزجك قوي وهتحسسك إنك فاهم أكتر من كل إخواتك اللي معاك في الدفعة. على الهادي بقى بص كده، البريودك تيبل ده كان ليه نظام فاكره؟ يا دكتور فاكره. اول حاجه كنا بنتكلم عليها في البريودك تيبل تهمني قوي 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 حاجه اسمها الاتوميك راديوس او السايز بتاع الاتوم. نفتكر مع بعض وانا في البريودك تيبل ماشي من الشمال لليمين ايه اللي كان بيحصل في السايز؟ السايز بتاع الاتومز كان بيصغر. يبقى اول معلومه عايزك تكتبها معايا ان احنا ماشيين كده من الشمال لليمين الاتوميك راديوس كان بيصغر. يعني الميتالز اللي في جروب 1A حجمها كبير، الميتالز اللي في جروب 2A حجمها اصغر، الميتالز اللي في 3A حجمها اصغر، جروب 4A ده بيبقى نون ميتالز اصغر، 5A اصغر، 6A اصغر، لغايه ما 7A ده ما يبقى اصغر حجم موجود عندنا. اذا يا دكتور جروب 1A اللي موجود على الشمال ده هيبقى مميز جدا جدا جدا. اول حاجه هكتبها هو عنده، هكتبها لك هنا كده، ان السايز بتاعه هيبقى كبير جدا. يعني الاتومز اللي في جروب 1A حجمها هيبقى قد البقره مقارنه ببقيه الجروبس اللي موجوده في البريودك تيبل، لان احنا لما بنمشي من الشمال لليمين السايز بيصغر وجروب 1A اقصى الشمال. اذا يا دكتور يسري جروب 1A كحجم اتومز مقارنه ببقيه الاتومز في البريودك تيبل هو الاكبر حجما. طب يا دكتور خلاص عرفت ان جروب 1A ده هو الاكبر حجما، استنتج من ده ايه؟ بقيه الصفات نستنتجها من السايز. انظر الي الصفه الثانيه. الصفه الثانيه اللي هتكلم عليها اسمها الايونايزيشن بوتنشال. ايه الايونايزيشن بوتنشال دي يا دكتور؟ فكرني بيها. الايونايزيشن بوتنشال او الايونايزيشن انرجي هي الطاقه اللي الاتوم بتاخدها علشان تخسر الكترون. وكنا بنقول طول ما الاتوم حجمها كبير كده الالكترون بيبقى مش ممسوك من النيوكليوس،
فالالكترون ده باقل طاقه في الدنيا يطير والاتوم تلوزه بمنتهى السهوله. لكن لو عندي اتوم زي النون ميتال كده صغيره، الالكترون اللي في الاوتر موست ده بيبقى ممسوك جامد، وعلشان بيبقى ممسوك جامد علشان الالكترون ده يطير بنحتاج نديها طاقه كتير. يبقى كل ما الاتوم ما تبقى اكبر، كل ما الالكترون اللي في الاوتر موست هيبقى مش ممسوك من النيوكليوس، فبأقل طاقة أطيره. يبقى واحنا ماشيين في البريودك تيبل من الشمال لليمين كده، الايونايزيشن، واكتب معايا اهي ايونايزيشن انرجي بتزيد. ماشي، وانا ماشي من الشمال لليمين الايونايزيشن انرجي بتزيد، يعني الطاقه اللي بحتاجها عشان اخسر الكترون بتزيد. واحنا في اقصى الشمال، جروب 1A اللي في اقصى الشمال ده اللي هو حجمه كبير، يعني هنقول ان عنده اكبر سايز هيبقى عنده اقل ايونايزيشن انرجي. ليه يا دكتور الايونايزيشن انرجي بتاعته هتبقى قليله؟ بالبلدي، ومش عليك ان انت تكتب بالعلم، بالبلدي كده تبقى فاهمني بس. حجم كبير، الالكترون اللي في الاوتر موست مش هيبقى ممسوك قوي بالنيوكليوس، فاقل طاقه تطيره. اذا علشان نلوز الالكترون ده هنحتاج طاقه قليله، يعني الايونايزيشن انرجي هيبقى اقل. وكل ما بنمشي في البريودك تيبل يمين، كل ما السايز ما بيبقى اصغر، كل ما بحتاج انرجي اكتر عشان يلوز الكترون. جميل جميل. يبقى خلاص عرفت ان جروب 1A السايز بتاعه كبير والايونايزيشن انرجي بتاعته هتبقى قليله. هتكلم على ايه تاني؟ هتكلم على بروبرتي انا وانت عارفينها كويس قوي قوي قوي، اسمها الكترونيجاتيفيتي، اللي هي قدره الاتوم على جذب الالكترونز ليها بتاعت الكيميكال بوند. تعال بقى كده واحده واحده نفهم ايه الكلام ده. بص كده، جروب 1A حجمه كبير، يبقى هل عنده مقدرة جامدة ان هو يشد الالكترونز ليه؟ لا. ليه؟ كل ما بنمشي في البريودك تيبل من الشمال لليمين الالكترو نيجاتيفيتي كانت بتزيد. يعني ايه؟ يعني كل ما الحجم عندي ما يبقى اصغر، كل ما الالكترونيجاتيفيتي ما تبقى اعلى. الاتوم الصغيره دي هتقدر تشد الالكترونز ليها جامد، لكن الاتوم اللي حجمها كبير دي مش هتقدر تشد الالكترونز ليها بقوه. اذا يا دكتور يسري الالكترونيجاتيفيتي بتاعت جروب 1A كلها هتبقى اقل الكترونيجاتيفيتي في البريودك تيبل كله. الم لما يلا، وانا ماشي في البريودك تيبل من الشمال لليمين الراديوس بيصغر. طب احنا اقصى الشمال، يبقى جروب 1A مميز ان عنده اكبر سايز. حلو. واحنا ماشيين في البريودك تيبل من الشمال لليمين الايونايزيشن انرجي بتزيد، يبقى جروب 1A ده عنده اقل ايونايزيشن انرجي لان هو على اقصى الشمال، باقل طاقه في الدنيا يطير الالكترون اللي في الاوتر موست. اللي بعده، وانا ماشي في البريودك تيبل من الشمال لليمين الالكترونيجاتيفيتي بتزيد، يبقى جروب 1A اللي موجود اقصى شمال البريودك تيبل ده الالكترونيجاتيفيتي بتاعته تعتبر الاقل مقارنه ببقيه البريودك تيبل كله. حلو الكلام، حلو الكلام يا دكتور يسري. تعال نقرا مكتوب عندك ايه علشان تحفظ معايا. يلا يا صديقي يا قمر، يلا يا صديقي يا قمر. اول حاجه، الحجم الكبير ده اثر على ايه؟ اول حاجه اثر عليها ان الايونايزيشن بوتنشال بتاعت جروب 1A كلها قليله جدا، يعني باقل طاقه يخسر الالكترون اللي عنده في الاوتر موست. ماشي يا دكتور. ايه تاني؟ هاي كيميكال رياكتيفيتي، بيتفاعلوا بسهوله جدا. ما هم ما عندهمش غير الكترون واحد في الاوتر موست هيخسروه خلال الكيميكال رياكشن، وبيخسروه باقل طاقه ممكنه، يبقى هيخسروا الالكترون ده بسهوله. يبقى كل الحاجات اللي موجوده في جروب 1A هتلاقيها فيري رياكتيف، يعني بتعمل تفاعلات كتير مع حاجات كتير وهنشوفها بالتفصيل. ايه تاني؟ سترونج ريديوسنج ايجنت. وقف هنا بقى علشان عايز اقول لك كلمتين برضو من الترم اللي فات. اسمع مني يا عزيزي الطالب القمر. تعال ناخد اكزامبل من جروب 1A الاول عشان اشرح لك عليه الكلمه دي. صوديوم مثلا، مش الصوديوم صوديوم 11 يعني 2 8 1 علشان تبقى ستيبل كانت بتلوز 1 الكترون وتتحول الى صوديوم 11 عليها بلس 1، وادي الالكترون اللي خسرته. الصوديوم بلس 1 دي بعد ما الصوديوم خسرت الالكترون يعني بتبقى زي النوبل جاز. اذا كل الحاجات اللي في جروب 1A هتبقى عايزه تجين ولا تلوز يا دكتور؟ ما احنا عارفين الحاجات اللي في جروب 1A كلها عايزه تلوز 1 الكترون علشان تبقى ستيبل. طب كويس،
فاكر لما خدنا الاكسيديشن والريدكشن مع بعض الترم اللي فات؟ لا يا دكتور مش فاكر، افكرك. كنا بنقول الاكسيديشن والريدكشن دول عمليتين عكس بعض، وكنا بنختصرهم في كلمه اويل ريج. ايه يا دكتور اويل ريج دي؟ هفكرك بالكلمه كده على جنب. اويل اختصار اوكسيديشن از losing electrons. طيب الرج يعني reduction is gaining electrons. انت اللي هتقول مش انا. الحاجات اللي في جروب 1A بتلوز ولا بتجين؟ بتلوز. يبقى الحاجات اللي في جروب 1A كلها بيتعمل لها عملية اوكسيديشن ولا ريدكشن؟ اوكسيديشن، لان احنا عارفين ان الاوكسيديشن هو لوزنج الالكترون. كويس يا دكتور. يبقى الحاجات اللي في جروب 1A كلها لوز الكترون، يبقى كلها بيحصل لها عملية اوكسيديشن، لان اوكسيديشن از لوزنج الكترون. طب ايه بقى موضوع ريديوسنج ايجنت ده؟ اتفقنا مع بعض برضو ان الحاجه اللي بتعمل عمليه اوكسيديشن بنسميها ريديوسنج ايجنت، والحاجه اللي بتعمل عمليه ريدكشن بنسميها اوكسيدايزنج ايجنت. طيب تعال على الصوديوم ده. الصوديوم ده دايما بيعمل عمليه لوز ولا جين؟ لوز، يعني دايما بيعمل عمليه اوكسيديشن. والحاجه اللي دايما بتلوز الكترون يعني بيحصل لها عمليه اوكسيديشن بنسميها هي ريديوسنج ايجنت. اذا يا دكتور هنا كده هنيجي تحت الصوديوم ده ونقول ان هو ريديوسنج ايجنت، لان الحاجه في الكيمياء عندنا اللي بيحصل لها عمليه اوكسيديشن بنطلق عليها ريديوسنج ايجنت. والعكس صحيح، لو الحاجه كان بيتعمل لها ريدكشن كنت هسميها اوكسيدايزنج ايجنت. في حالتنا اللي هو جروب 1A دايما الحاجات اللي في جروب 1A بتلوز الكترون، يعني بيتعمل لها عمليه اوكسيديشن، فبنطلق عليها او بنسميها ريديوسنج ايجنتس. حلو الكلام؟ حلو الكلام. ايه تاني عندنا يا دكتور؟ الحاجات اللي في جروب 1A هيبقى عندها سمول الكترونيجاتيفيتي مقارنه ببقيه البريودك تيبل. يا دكتور ما احنا عارفين لما بنمشي من الشمال لليمين الالكترونيجاتيفيتي بتزيد، يبقى واحنا في اقصى الشمال كده الحاجات اللي هي جروب 1A دي هيبقى عندها اقل الكترونيجاتيفيتي مقارنه ببقيه البريودك تيبل. ايه كمان يا دكتور؟ مميزين ان الدنسيتي بتاعتهم كلها قليله مقارنه ببقيه البريودك تيبل. يبقى خلاص كل دي جبناها من صفات البريودك تيبل بتاعت الترم اللي فات. عايز تقول لي ايه بقى يا دكتور دلوقتي؟ اسمع بقى مني الحته دي عشان بيجي عليها سؤال نظري تبقى فاهمه. بص يا سيدي، هو انا لو جيت عند البريودك تيبل كده وعايز اجيب اسهل اتومز بتخسر الكترون، اسهل اتومز بتخسر الكترون اكيد جروب 1A، لان جروب 1A ده بيخسر الكترون واحد وحجمه كبير قوي، فبيخسر الالكترون ده بسهوله، يعني باقل طاقه باقل ايونايزيشن انرجي يخسر الالكترون ده. فبنستغل بعض الاليمنتس اللي موجوده في جروب 1A اللي عندها صفه انها بتخسر الكترون بمنتهى السهوله، ان احنا نعمل بيهم حاجه اسمها فوتو الكتريك سيلز. ايه بقى يا دكتور الفوتو الكتريك سيلز دي؟ الفوتو الكتريك سيلز دي حاجات بنستخدمها علشان نعمل بيها جنريشن للالكتريستي. يعني ايه؟ يعني نولد بيها كهرباء، وليها تطبيقات في حاجات موجوده حوالينا في الحياه. زي ايه؟ زي الاوبريتنج كالكوليترز. الكالكوليتر اللي موجوده مع حضرتك شغاله بحاجات في جروب 1A فوتو الكتريك سيلز، حاجات بتخسر الكترون بسهوله، وده اللي بيسبب الكهرباء اللي في الكالكوليتر. والاوتوماتيك دورز اللي حضرتك لما بتقرب من الباب بيفتح لوحده، برضه بتبقى معموله من حاجات من جروب 1A، عشان الحاجات بتاعت جروب 1A هي اسهل حاجه بتلوز الكترون توصل كهرباء، بنستخدمها في تصنيع حاجه اسمها الفوتو الكتريك سيلز. طب مين من الاليمنتس اللي في جروب 1A اللي بنستخدمها في تصنيع الفوتو الكتريك سيلز اللي موجوده في الكالكوليترز او في البيبان اللي بتفتح لوحدها؟ احفظ معايا، البوتاسيوم اللي هو الكي، والسيزيوم اللي هو الCS. يبقى البوتاسيوم اهو والCS اهو، دول اللي بنستخدمهم دايما في الفوتو الكتريك سيلز. وعايز اقول لك ان الفوتو الكتريك سيلز دي يا حبيب قلبي يا قمر هي الحاجات اللي بتولد كهرباء وتستخدم في تصنيع الاوبريتنج كالكوليترز او في تدوير الكالكوليتر، يعني ان الكالكوليتر تشتغل، والاوتوماتيك دورز اللي بتفتح لما حضرتك تقرب منها. ثم بص بقى،
تعالى لي على جروب 1A نفسه علشان عايز العب عليه لعبه. هتيجي كده وتقول لي جروب 1A وانا نازل لتحت كده في البريودك تيبل في شويه صفات بتحصل. اسمع مني الله يخليك. وانا نازل لتحت كده في البريودك تيبل الراديوس او الحجم بتاع الاتوم بيزيد. لو سألتك بقى مين أكبر أتوم موجودة في جروب 1A؟ هتقول لي جروب 1A كله كبير. هقول لك ما أنا عارف عشان جروب 1A شمال البريودك تيبل، وأنا عارف إن لما بمشي يمين السايز بيصغر، يبقى أقصى الشمال السايز إيه؟ كبير يا دكتور يسري. حلو، يبقى جروب 1A كله حجمه كبير. لأ، ما انا وانا نازل تحت في البريودك تيبل في باترن برضو بيحصل، يعني في جراديويشن بيحصل في البروبرتيز. وانا نازل لتحت في البريودك تيبل كده دايما الراديوس بيكبر. يبقى اكبر اليمنت في جروب 1A كحجم هو السيزيوم. حلو. طب يا دكتور بالنسبه لبقيه الصفات تعال نقولها. بقيه الصفات اللي هي الايونايزيشن انرجي والالكترونيجاتيفيتي. وانا نازل لتحت مش الحجم بيكبر اكتر واكتر؟ يبقى يخسر الالكترون اسهل واسهل باقل طاقه. يبقى وانا نازل لتحت في جروب 1A الايونايزيشن انرجي عماله تقل، يعني الطاقه اللي بتحتاجها عشان نخسر الكترون عماله تقل. يبقى مين في جروب 1A اللي عنده اقل ايونايزيشن انرجي؟ السيزيوم. حلو يا دكتور. وانا نازل لتحت الحجم عمال يكبر فالالكترونيجاتيفيتي بتقل، يعني الالكترونيجاتيفيتي اهي هنا بتقل كل ما انزل تحت. يبقى اقل اليمنت في الالكترونيجاتيفيتي في كل جروب 1A برضه هيبقى السيزيوم. حلو قوي 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 يا دكتور الكلام اللي انت بتقوله ده. انت متجنب الحته اللي هي 7A صح، اللي هو الجروب اللي تحت ده دايما بنتجنبه علشان هو بيبتدي بحاجه اسمها فرانسيوم، وهقول لك عليها معلومه في الاخر. يبقى تاني، وانا ماشي في جروب 1A من فوق لتحت ايه اللي بيحصل؟ وانا ماشي في جروب 1A نفسه من فوق لتحت الراديوس عمال يكبر. كل ما انزل لتحت الراديوس يكبر، الراديوس يكبر. كل ما انزل لتحت الايونايزيشن انرجي بتقل، وكل ما انزل لتحت الالكترونيجاتيفيتي بتقل. جميله جميله. يبقى انا كده اتكلمت مع حضرتك على شويه صفات لجروب 1A، قارنته ببقيه البريودك تيبل وقارنته ببعضه. الارقام اللي موجوده عندك دي مش حفظ الارقام دي بس للفهم، عشان حضرتك تفهم ان في جراديويشن اوف بروبرتيز، يعني في تدرج في الصفات بالنسبه للحاجات اللي موجوده عندنا في جروب 1A. جميل جميل. خلصت الحته دي، خلصت الحته دي. تعال نشوف ثالث واهم صفه عندنا لجروب 1A. يلا بينا. بص بقى يا قمر، جروب 1A كله بيدي حاجه اسمها كاركترستيك كولرز اللي هي الاتوميك سبيكترم. لما الالكترونز بتاعت these elements are excited اهي are excited ده اهي are excited to a higher energy level during ايه؟ during the dry test. ايه الكلام ده يا دكتور؟ والله مش فاهمه كلمه. بص بقى عشان هقول لك حاجه جميله برضو وافكرك بالترم اللي فات. لو انا جبت اتوم اهي، اي اتوم في الدنيا، اي اتوم في الدنيا، هنقول كده ان الحته دي كطاقه، يعني انا هقول ان دي الانرجي ماشي. عندها هنا الكترون بيبقى موجود في حاجه اسمها الجراوند ستيت. حلو الكلام؟ حلو الكلام. لو جبت ولاعه وسخنت الاليمنت ده ايه اللي بيحصل؟ اسمع مني. في مكان عالي في الطاقه هنا اسمه الاكسايتد ستيت. لو جبت اي اليمنت في الدنيا زي ما كنا بنعمل الترم اللي فات وسخنته ايه اللي بيحصل فيه؟ اسمع مني كده. الالكترون بيكتسب شويه طاقه ويطلع من الجراوند ستيت للاكسايتد ستيت، يفضل قاعد شويه فوق، بعد كده ينزل تاني الالكترون ده لوضعه الطبيعي في الجراوند ستيت. يبقى تاني، لو جبت اي اتوم في الدنيا وسخنتها الالكترون اللي في الاوتر موست عندها بيكتسب شويه طاقه ويطلع يقعد في الاكسايتد ستيت. طب يا دكتور هل هيفضل عايش في الاكسايتد ستيت؟ لا، هينزل تاني للجراوند ستيت ويفقد شويه الطاقه اللي كان اكتسبهم من شويه عشان يطلع. يبقى انا اديته طاقه طلع فوق، فضل قاعد فوق شويه، نزل لتحت تاني للجراوند ستيت لحالته الطبيعيه وخسر شويه طاقه. يبقى خلال العمليه دي بيمت طاقه انرجي. الانرجي اللي بتبقى طالعه منه دي بنشوفها بعينينا في شكل لون. حلو حلو. يبقى تاني كده، اي اليمنت في الدنيا لو سخنته الالكترون اللي عنده في الاوتر موست بيطلع للاكسايتد ستيت، يفضل قاعد شويه في الاكسايتد ستيت، بعد كده
تنزل من الاكسايتد ستيت للجراوند ستيت، يعني يرجع تاني لوضعه الطبيعي. وهو راجع لوضعه الطبيعي بيفقد الطاقه اللي اكتسبها دي. الطاقه اللي بيفقدها دي عيني بتشوفها في شكل ايه؟ عيني بتشوفها في شكل لون. جروب 1A كله مميز. ركز بقى في الكلمتين دول، ان الاكسايتد الكترونز بتاع جروب 1A، اي الكترون اكسايتد في جروب 1A بيريتيرن للجراوند ستيت. يعني انا سخنت اي اليمنت من جروب 1A، الالكترون اللي في الاوتر موست هيكتسب طاقه من الولاعه ويطلع لحته اسمها الاكسايتد ستيت. طب الاكسايتد الكترون ده بيعيش فوق؟ لا، بيريتيرن لوضعه الطبيعي اللي اسمه جراوند ستيت، وبيخسر شويه الطاقه اللي اكتسبهم اللي بنسميها كوانتم اوف انرجي، يعني كميه الطاقه اللي اكتسبها عشان يطلع هي نفس كميه الطاقه اللي بيطلعها لما يجي ينزل. طب الطاقه اللي بيبقى بيطلعها علشان ينزل دي بتطلع في شكل ايه؟ راديشن. والراديشن ده عيني بتشوفه في شكل فيزيبل كلر مميز جدا لكل اليمنت موجود في جروب 1A. كل اليمنت موجود في جروب 1A لما الالكترونز بتاعته بتنزل من الاكسايتد ستيت للجراوند ستيت بتفقد كميه طاقه مختلفه عن الثاني، عيني بتشوفها في شكل لون بيختلف باختلاف الاليمنت اللي بعمل عليه التست ده. طب يا دكتور التست ده اسمه ايه بقى؟ التست ده اسمه دراي تيست او فليم تيست. بص كده معايا، بص كده معايا على الحته دي، وبعد كده هقرا معاك الكلمتين دول. لو انا جبت حته ليثيوم، تخيل معايا كده، جبت حته ليثيوم وسخنتها على النار، هشوف لون؟ ليه؟ ما هو الليثيوم ده عنده الكترون في الاوتر موست. الالكترون اللي عند الليثيوم في الاوتر موست بيكتسب طاقه، يطلع للاكسايتد ستيت، وهو راجع للجراوند ستيت بيفقد الطاقه دي، وعيني تشوفها في شكل لون معين مختلف عن اللون اللي بيحصل في حاله الصوديوم، مختلف عن اللون اللي بيحصل في حاله البوتاسيوم، مختلف عن اللون اللي بيحصل في حاله السيزيوم، مختلف عن اللون اللي بيحصل في حاله الرابيديوم. حلو الكلام؟ حلو الكلام. فسمينا التست ده فليم تيست، وبقى تيست فيري كاركترستيك للحاجات بتاعت جروب 1A علشان الالوان دي بتبقى مميزه وخاصه بالاليمنتس بتاعت جروب 1A. طب يا دكتور بنعمل التست ده ازاي؟ بص 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 قصته ايه؟ بجيب حاجه اسمها بلاتينم واير، يعني سلك معمول من ماده اسمها البلاتينم. اشمعنى البلاتينم يا دكتور يسري؟ لان البلاتينم ده حاجه انرت، يعني ما بتتفاعلش مع حاجه. خلاص جبت حته سلك معموله من البلاتينم. طب ما هي ممكن تبقى معفنه ومش نظيفه، وممكن تبقى بتحتوي على كيماويات انا مش عايز ادخلها معايا في التست. يبقى انا لازم اتاكد ان البلاتينم واير اللي معايا ده بلاتينم واير بيور ومش متوسخ باي كيميكالز. فبنجيب البلاتينم واير ده ونعمل له ديبنج، يعني نغطسه في كونسنتريتد HCl اللي هو كونسنتريتد هيدروكلوريك اسيد. HCl بس مش عادي، كونسنتريتد يعني مركز. ال HCl المركز ده لما بجيب البلاتينم واير وادخله جواه بيقضي على اي كيماويات موجوده فيه، بطلع البلاتينم واير منه كما ولدته امه. يبقى انا ضامن دلوقتي ان انا معايا بلاتينم واير نظيف جدا. البلاتينم واير النظيف جدا ده بعد ما نضفته بال HCl الكونسنتريتد بجيبه وادخله في سامبل من الصوديوم، يعني بجيب شويه صوديوم كده واغرسه فيها، اطلعه يبقى فيه حته صوديوم، ثم اجيب الولاعه بتاعتي واولع. طب يا دكتور انت لما بتيجي تولع دايما بالولاعه، وجرب انت كده تعمل كده دلوقتي عزيزي الطالب، ارجو ان انت تستخدم الولاعه في الاستخدامات دي تكون ما بتدخنش وبتتنيل، مهم يعني. جبت ولاعه اهو، هتلاقي دايما الولاعه لو ولعتها الحته اللي تحت هنا دايما دي بيبقى لونها ازرق، وفوق في الولاعه النار اللي من فوق دي بتبقى نار لونها احمر. جرب دلوقتي كده تجيب ولاعه وولع بيها، هتلاقي الحته اللي تحت من الولاعه، الحته اللي طالعه من النار من تحت من الولاعه لونها ازرق، والنار اللي طالعه فوق من الولاعه لونها احمر. طب انا بجيب البلاتينم واير اللي انا دلوقتي حاطه في ليثيوم مثلا، يعني حطيته كده في علبه ليثيوم، يعني في حته ليثيوم، هحطه في الحته الحمراء ولا الحته الزرقاء اللي في النار؟ بيقول لحضرتك بقى ديب ذا بلاتينم واير ان الانون سولت، يعني تحطه مثلا في الليثيوم او في الصوديوم او في السولت اللي انت عايز تعرف هو اسمه ايه، ثم expose it to the non-illuminant region of the Bunsen flame. كلمة non-illuminant region of the Bunsen flame دي معناها الحتة الزرقاء اللي في البنزين فليم. بجد يا دكتور؟ بجد يا دكتور. يعني انا كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هجيب الحتة بتاعت البلاتينم واير دي وادخلها في شوية ليثيوم، بعد كده اروح على البنزين بيرنر اللي هو الولاعة واحطها في النون-illuminant لايت بتاعها، يعني في الحتة الزرقاء اللي هنا. حلو. لما احطها في حتة النار اللي تحت دي الزرقاء
الزرقاء. كل إيليمنت من دول هيطلع لي لون مختلف عن التاني. هنحفظ الألوان دي مع بعض. أول حاجة لو بعمل الموضوع ده الليثيوم اللي هو اول واحد في الميتالز بتاعت جروب 1A ده اهلاوي، دايما قمه جدول الدوري بتبقى للنادي الاهلي. يبقى الليثيوم هيطلع لون احمر قرمزي كريمزون ريد. طب يا دكتور بعد كده الصوديوم اللي هو تحته في البريودك تيبل لو عملت له التيست ده هتلاقيه بيتحرق وبيطلع لون جولدن يلو. يبقى الاول الاهلي اللي هو الليثيوم، التاني إلمنت عندنا في جروب 1A اللي هو الصوديوم جولدن يلو يعني الاسماعيلي. حلو بقى. ثم من اول البوتاسيوم لغايه الرابيديوم الثلاثه دول بيطلعوا لي فايلت بس فايلتس درجاته بتختلف. يعني لو بوتاسيوم بوتاسيوم هيطلع بيل فايلت. الله، يبقى البوتاسيوم بيطلع بيل فايلت. ثم السيزيوم ده سيس فهيطلع بلوش فايلت لان ده نادي بيراميدز وانا بحبوش فيبقى سيس. يبقى السيزيوم هيطلع بلوش فايلت. طب والرابيديوم في الاخر الرابيديوم هيطلع ريدش فايلت. يبقى تاني وانا بحفظك الالوان، اول واحد لو عملت له الفليم تيست او الدراي تيست ده اللي هو الليثيوم ده اول واحد موجود عندي في الالكالي ميتالز. ما انا اتفقت معاك الهيدروجين ده مش ميتال بقى. يبقى اول واحد في الالكالي ميتالز اللي هو الليثيوم قمه اهلاوي هيطلع لون كريمزون ريد. اللي بعده تاني واحد الصوديوم انا ان ايه ده جولدن يلو. ثم من اول البوتاسيوم لغايه الرابيديوم هيطلعوا لي لون فايلت هتختلف في الدرجه بتاعته. بوتاسيوم بيل فايلت يعني فايلت بيل كده مش صريح بيل. طيب بهتان يعني سيزيوم السيس بلو يبقى بلوش فايلت نادي بيراميدز. طيب الرابيديوم ريدش فايلت. يبقى حضرتك حفظت اللون بتاع الفليم تيست لكل إليمنت موجود عندنا في جروب 1A اللي هم الالكالي ميتالز. هعيد تاني الفليم تيست. الفليم تيست ده بيتعمل ازاي؟ يلا مثلوا معايا. بجيب بلاتينم واير وبعد ما اجيب البلاتينم واير ده هحطه في HCl كونسنتريتد علشان اضمن ان هو اتنضف. هطلعه من ال HCl ثم هحطه في السامبل بتاعت الليثيوم او الصوديوم او البوتاسيوم او السيزيوم او الرابيديوم. يبقى انا ضامن دلوقتي ان البلاتينم واير ما فيهوش غير الميتال اللي موجود في جروب 1A. ثم هجيب البلاتينم واير اللي موجود عليه هنا اهو ميتال من جروب 1A وهحطه في النار في الحته النون الوميننت ريجن بتاعت البنزين فليم. يعني ما تحطوش على النار من فوق كده مش في قمة الفليم، لا حطه في الفليم من تحت هيظهر لك لون بيختلف كل لما الميتال اللي عندي من جروب 1A بيختلف. وحفظنا مع بعض الالوان. خلصنا الحمد لله رب العالمين الحته دي. هنبتدي دلوقتي مع بعض في حته الكيميكال رياكتيفيتي او التفاعلات بتاعه جروب 1A ولكن بعد الفاصل. نبدا مع بعض حته الكيميكال رياكشنز بتاعه جروب 1A. قبل ما نبتديها عايزك تجيلي على الجنب كده وتكتب لي ترتيبهم تحت بعض في البريودك تيبل. يلا. اول حاجه اول واحده عندي Li تحتها Na تحتها K تحتها Rb اللي هو الرابيديوم تحتها الCS اللي هو السيزيوم. ولازم تبقى حافظهم بالترتيب. احفظهم بالترتيب ازاي يا دكتور يسري؟ يلا علشان اديك اول لينك. بص بقى، بنت اسمها لينا. البنت اللي اسمها لينا دي في كرب. ليه؟ عشان بنت سيس. يبقى تاني لينا كارب سيس. هو يا دكتور مهم قوي ان انا احفظهم بالترتيب؟ والله لينا في كارب علشان سيس مهم جدا الترتيب بتاعهم. لان احنا اتفقنا ان كل ما بنزل تحت كده في جروب 1A اللي عندي ايه اللي كان بيزيد؟ الاتوميك راديوس، يعني الحجم بتاع الاتوم كان بيزيد، بتخسر الالكترون اللي عندها اسهل فبتبقى مور رياكتيف. وعلما ركز ان كلهم جروب 1A دول موجودين في اقصى شمال البريودك تيبل فهم فيري 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 رياكتيف. يعني كلهم فيري رياكتيف بس السيزيوم اكتر واحده فيهم هتعتبر رياكتيف في المقارنه بتاعتنا دي لان احنا كل ما بننزل لتحت حجمنا بيكبر وبنبقى فيري رياكتيف اكتر واكتر. طب يا دكتور بما ان كلهم فيري رياكتيف
اكتف. اول تفاعل بيتفاعلوه، هم بيتلككوا عشان يتفاعلوا، هتلاقي تفاعلاتهم كتير قوي، هناخد النهارده تفاعلين بس منهم. بيتلككوا عشان يتفاعلوا، يبقى اول تفاعل هيعملوه مع الاتموسفيريك اير. يعني ايه يا دكتور؟ يعني لو جبتها وحطيت حته الليثيوم او حته الصوديوم او حته البوتاسيوم، اي حاجه من جروب 1A كده، عرضتها للهواء بس هتتفاعل معاه؟ والله. بص بقى يا صديقي القصه ايه. All metals of this group are oxidized easily in air. ما الهواء اللي حوالينا ده بيحتوي على أكسجين. أي ميتال من دول لما بيتعرض لأكسجين، الأكسجين ده بيأكسد الميتال ده ويكون حاجة اسمها ميتال أوكسايد. طب يا دكتور، لو جيت بصيت على أي ميتال من دول هتلاقيه لامع. الميتال أوكسايد بيخلي اللمعة دي تروح. يبقى أنا أول ما جبت حتة ميتال من دول وسبتها في الهواء، حتة الميتال دي هتتفاعل مع الهواء وتكون ميتال اوكسايد. هتتفاعل مع الهواء كله يا دكتور؟ لا، دي بتتفاعل مع الاكسجين اللي في الهواء. طب لما تتفاعل مع الاكسجين اللي في الهواء هتكون لي حاجه اسمها ميتال اوكسايد، وده بيخلي الميتال يفقد اللمعه بتاعته. يبقى بتلوز ذير ميتاليك لاستر، يعني اللمعه بتاعتهم، لان هم بيتفاعلوا مع الاكسجين اللي في الهواء وبيكونوني لاير اوف اوكسايد اون ذير سيرفيس. يعني ركز كده، لو جبت لحضرتك كده حته ليثيوم اهي، وعرضت حته الليثيوم دي للهواء، ركز كده ايه اللي بيحصل. حته الليثيوم بتبقى لمعه، حته من الليثيوم اللي هي متعرضه للهواء دي هتكون لي حاجه اسمها ليثيوم اوكسايد، والليثيوم اوكسايد ده بيخلي الميتال في حد ذاته يفقد اللمعه بتاعته. طيب يا دكتور، اول جفريزون في الحته دي، لو عندي اي الكالي ميتال من جروب 1A علشان احافظ عليه من ان هو يتفاعل مع الهواء، بنعمل فيه ايه؟ بنجيبه دايما ونعمل له ستورج، يعني نحفظه مش في الهواء. ازاي يا دكتور احفظه مش في الهواء؟ هحطه فين يعني؟ في الفضاء؟ لا، بتجيب حاجه اسمها ليكويد هيدروكربون واكتب عليها كده بايدك، ده عازل بيعزل الميتال عن الهواء. فلما احط الميتال تحت كده وفوق الميتال ليكويد هيدروكربون زي حاجه اسمها كيروسين، انا منعت احتكاك الميتال بالهواء، فمنعت تكوين الميتال اوكسايد على السيرفيس بتاع الميتال. يعني يا دكتور قصد حضرتك لو عندك حته ليثيوم هتجيب كده بوتل، البوتل دي مليانه من ماده اسمها الكيروسين. الكيروسين ده اللي هو ليكويد هيدروكربون، وهجيب حته الليثيوم بتاعتي دي وهحطها تحت كده. اذا انا منعت احتكاك مين بمين؟ منعت احتكاك الاير بالليثيوم. ما الاير دلوقتي مش هيعرف يوصل للليثيوم. يبقى الليثيوم او اي ميتال من جروب 1A لما بنيجي نعمل له ستورج او نحفظه ما بنسيبوش في الهواء، امال بنعمل ايه؟ بنحطه في حاجه اسمها ليكويد هيدروكربون. اكزامبل منه الكيروسين، ده بيقوم بدور ايه يا دكتور يسري؟ عازل، بيعزل بين الميتال والهواء، فبيخلي الميتال ما يتاكسدش من الهواء ويحافظ عليه. بس كده نقرا الكلمتين دول. بنعمل ليه ستورج للالكالي ميتالز ار كيبت، يعني اندر السيرفيس بتاع ليكويد هيدروكربون زي الكيروسين. لو قال لك ليه هتقول له علشان الميتالز بتوعت جروب 1A دي فيري رياكتيف، لو اتعرضت للهواء هتكون ميتال اوكسايد وهتفقد اللاستر او اللمعه بتاعتها. يبقى احنا لازم نمنع، نبريفنت احتكاك الميتال بتاعي بالهواء عشان نمنع الرياكشن مع الاير، علشان الحاجات بتاعت جروب 1A دي هي قمه الرياكتيفيتي في البريودك تيبل، وبذلك ابقى حافظت على الميتال من ان هو يحتك بالهواء ويتاكسد. طب يا دكتور بقى من الكلام اللي انت قلته ده هنعمل ايه؟ هنعمل دلوقتي حته مهمه جدا 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 اسمها الرياكشنز اوف الكالي ميتالز ويز مين بقى؟ الاكسجين في حد ذاته. دي يا دكتور مهمه في غاية الأهمية، هتلاقي كلامها كتير، هقعد اشرحه لك في 10 دقايق، بعد كده هلمه لك في ورقة، ودي هتبقى أول زتونة عندنا في شابتر 2. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. الرياكشن بتاع الميتالز بتاعت جروب 1A اللي هي الالكالي ميتالز مع الاكسجين هعملها لحضرتك دلوقتي بالتفصيل الممل، وهلمها لك وعد في ورقه في الاخر في دقيقه هتكتبها معايا تخليها جنب سريرك هتبقى معلم فيها. طب يا دكتور قول لي كده، هو الميتالز بتاعت جروب 1A كلها زي بعض في التفاعل مع الاكسجين؟ لا. يعني بص بقى، على حسب الميتال اللي موجود عندي في جروب 1A هيتفاعل مع الاكسجين
اكسجين انهي ميتال، هيديني 3 انواع مختلفه من البرودكتس. يا اما هيديني نورمال اوكسايد يعني اوكسايد طبيعي للميتال ده، يا اما هيديني حاجه اسمها بيروكسايد، يا اما هيديني حاجه سوبر اسمها سوبر اوكسايد. يبقى باختلاف نوع الميتال في جروب 1A هيتفاعل مع الاكسجين وهيدي نتائج مختلفه. هعرفك الفرق بين النتائج، بس الاول تعالى نفتكر الميتالز بتاعت جروب 1A كانت مين هنا بالترتيب. هحطهم في الحته دي بالترتيب ونقفش واحد واحد منهم وينفعلوا مع الاكسجين ونشوف النتيجه المختلفه هتبقى ايه. قشطه قشطه. فاكرهم بالترتيب؟ ما هو ترتيبهم مهم. يا دكتور انت كنت عملتها لي في قصه بنت اسمها لينا كانت في كرب عشان بنت سيس. يبقى هاجي هنا واكتب لي ما كرب الله علشان سيس. حلو قوي يا دكتور، لينا في كرب علشان سيس. نمسك ميتال من الميتالز دي ونفعله مع اكسجين، علما بان كلهم ما دام دول في جروب 1A الكالي ميتالز ار فيري رياكتيف، بس لو جينا نشوف وانا نازل لتحت الحجم بيبقى اكبر فببقى مور رياكتيف. يبقى كل ما ننزل لتحت الحاجه اللي عندنا هيبقى حجمها اكبر وهتبقى مور رياكتيف، يعني هتتفاعل اكتر مع الشيء اللي هفعله معاها. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بأول وأسهل حاجة عندنا. هنجيب ال اللي هي الليثيوم ونشوف لو حرقناها مع أكسجين إيه النتيجة اللي هتظهر عندنا. اسمع مني يا حبيبي. أول حاجة عندنا النورمال أوكسايد، البرودكت اللي هيطلع أوريك إيه اللي بيحصل. هنجيب واكتب معايا كده حتة ليثيوم، ماشي. يبقى أنا جبت حتة ليثيوم اللي هي سوليد وهحط عليها شوية أكسجين. طيب الأكسجين ده اللي هو الO2 ده أكتب جنبه G اللي هو جاز. احنا عارفين إن أي ميتال في جروب 1A ده سوليد والأكسجين جاز، كويس. وهحرقهم يا دكتور يسري عند درجة حرارة عالية اللي هي 300 هتحفظها معايا. يبقى جبت لي أول ميتال عندي حرقته مع أكسجين عند درجة حرارة 300. إيه اللي هيتكون عندي؟ بص بقى، الاول دايما طبيعي. يعني ايه الاول دايما طبيعي؟ يعني مثلا الاهلي في قمه الدوري وانا اهلاوي، فانا طبيعي عادي مش فارقه معايا، انا انسان نورمال طبيعي جدا، اهلاوي بحب الاهلي ما بتفلسفش ودنيتي جميله. والليثيوم نفس الكلام. الليثيوم مع الاكسجين هينتج هنا حاجه هعملها لك باللون الاحمر اسمها نورمال ميتال اوكسايد. يعني ايه يا دكتور نورمال ميتال اوكسايد دي؟ تعال نكتب مع بعض. هيتكون عندي مولكيول اسمها LiO، بس ما خلصتش استنى. الليثيوم ده انا وانت عارفين ان الفالنسي او الاكسيديشن نمبر بتاعه +1، كل الحاجات اللي في جروب 1A بتبقى +1. والاكسجين في حالتها الطبيعيه الاكسيديشن نمبر بتاعها او الفالنسي بتاعها هيبقى -2. علشان نكون مولكيول طبيعيه هجيب ده هنا وهجيب ده هنا زي ما كنت بتعمل في ابتدائي، فهيبقى Li2O. يبقى النورمال اوكسايد ده عباره عن M2O، يعني 2 مولكيولز من الميتال وواحده من الاكسجين. بس كده بس كده. يبقى لو جبت حته ليثيوم حطيت عليها شويه اكسجين عند درجه حراره 300 هيطلع عندي Li2O اللي اسمه نورمال اوكسايد، واوزن بعدها. نعمل البالانس بسرعه. تعالى كده نقفش ايه اللي متغير هنا وهنا على الهادي. دي O2 يعني 2 O، وهنا O واحده ينفع؟ لا، لازم زي ما دخلت اخرج. يبقى لو ده 2 ده لازم يبقى 2. هل احط الاثنين هنا؟ تبقى ضايع كيمياء. هحط الاثنين هنا، البالانس هعمله باللون الاخضر. يبقى في 2 من ال Li2O. طب انا لما حطيت 2 هنا الليثيوم بقوا كام كده؟ في البرودكت 2 في 2 يعني عندي 4 ليثيوم. يبقى اجي قبل السهم هنا واخليها 4 ليثيوم. يبقى انا كده عملت بالانس للايكويشن. واهتم اكتر من البالانس بالبرودكت. البرودكت اللي بيطلع لو جبت ليثيوم وحرقتها مع اكسجين عند درجه حراره 300 هيبقى اسمها Li2O. M2O ده اسمه نورمال اوكسايد، يعني اوكسايد طبيعي. حلو يا دكتور، عايز تقول لي ايه بقى؟ مش كلهم بيدوا نورمال اوكسايد، امال ايه؟ لو جبت حاجات تانية وفعلتها مع اكسجين هينتج منها برودكتس مختلفة عن النورمال اوكسايد. في برودكت هنحفظه ونفهمه مع بعض دلوقتي اسمه بيروكسايد، وبرودكت تاني اسمه سوبر اوكسايد. تعال نمسك تاني واحد هنمسكه دلوقتي اهو. هروح لده وهمسك الصوديوم يا دكتور يسري. حلو قوي قوي قوي. يلا نعمل الايكويشن بتاعته هنا. لو جبت حتة صوديوم سوليد وفعلتها مع اكسجين اللي هو جاز هينتج عندك ايه يا دكتور؟ انظر الي بقى.
الصوديوم تحت الليثيوم فبيبقى مور رياكتيف عن الليثيوم لان حجمه اكبر. لو فعلته مع اكسجين يا دكتور يسري عند درجه حراره هنحفظها، ودي اخر درجه حراره هنحفظها 180. ايه اللي بيحصل عندي على الهادي والرايق لان الحته دي هتمتعك؟ هيتكون عندي حاجه اسمها بيروكسايد. يبقى لما هنزل لتحت الميتال هيبقى مور رياكتيف، هيكون مع الاكسايد اكسايد اقوى، ده هيبقى اسمه بيروكسايد. ايه بقى موضوع البيروكسايد ده؟ البيروكسايد ده الام بيبقى فيه منها 2 والاو بيبقى فيه منها 2. يعني ايه يا دكتور؟ يعني هينتج لحضرتك هنا حاجه اسمها Na2O2. المولوكيول دي كده ما دام في 2 ميتال و2 اكسجين الطبيعي انها تبقى 2 ميتال وواحده اكسجين، لكن لو لقيت 2 ميتال 2 اكسجين كده ده يبقى اسمه بيروكسايد. بيروكسايد ده دايما كلمه بير دي عندنا في الكيمياء معناه اكتر من الطبيعي بواحد، مش الطبيعي ان كان يبقى فيه او واحده، لا هنا اكتر من الطبيعي بواحد بير يعني O2 يبقى Na2O2. حلو الكلام يا دكتور يسري، عسل الكلام، الدنيا لذيذه جدا لغايه دلوقتي. طب نوزن والنبي بس علشان الناس اللي ما بتعرفش توزن. هنا Na واحده وهنا 2 صح؟ هخلي دي كده 2 Na. هنا O2 واحده وهنا O2 واحده، يبقى انا كده مظبوطه عندي وعملت البالانس بتاعي. كل اللي عملته ان انا حطيت 2 هنا قبل الصوديوم. حلو الكلام، حلو الكلام قوي يا دكتور يسري. طيب بص بقى، لو جبت واحد من دول ركز معايا، بوتاسيوم او رابيديوم او سيزيوم، جبت اي واحد من دول وحرقته مع اكسجين، بس مش حرق طبيعي، ده حرق وفي نفس الوقت عملت ضغط يعني بريشر. يبقى انا من الاول اهو بحرق، بس هنا انا هحرق وهعمل ايه؟ هحرق وهعمل بريشر. ركز وشوف ايه اللي هيحصل. لو جبت ميتال من دول، تعالى مثلا ناخد منهم الكي اهو، وحطيت على الكي اللي هي السوليد دي شويه اكسجين، انا عارف ان الكي مور اند مور رياكتيف. هنا هيبقى فيه مثلث اللي هو حراره، واوعى تنسى تحط حرف بي كده اللي هو بريشر. الطبيعي بتاعنا ان احنا قاعدين في بريشر الطبيعي ده اللي احنا عايشين فيه انا وانت دلوقتي اسمه بريشر 1 اتموسفير. لو زودت الضغط عن 1 اتموسفير يبقى انا زودت بريشر. يبقى انا هجيب واحد من الكاربسيس دول واحطهم مع اكسجين، ومش حراره بس، لا ده حراره وبريشر كمان يا دكتور يسري. ايه اللي هيحصل عندي على الهادي والنبي معايا؟ انظر الي يا عزيزي، العيال بتحتفل بالعيد، مش مهم جنب الاستوديو، جايين جنب الاستوديو بتاعي جنب بيتي وبتحتفل بالعيد، وانا كمان نفسي احتفل وانت نفسك تحتفل. تعالى بس نشوف ايه اللي هيحصل هنا. الكيس سوليد مع الاو 2 جاز هتكون عندي حاجه اسمها سوبر اوكسايد. ايه بقى يا دكتور السوبر اوكسايد ده؟ السوبر اوكسايد ده عشان تحفظه معايا بيبقى سوبر، بيبقى الميتال موجود منه اتوم واحده والاكسجين اكتر منه 2. هتقولي ما ده زي ده، هقول لك لا، هنا M2O2 يبقى البيروكسايد M2O2، انما السوبر اوكسايد ده ميتال واحد بس ومعاه اوهتين، ده اسمه سوبر اوكسايد. ماشي يا دكتور؟ يبقى الكي مع O2 هتديني هنا كي O2. ايوه يا دكتور يسري، والكي O2 دي هنطلق عليها ايه؟ هنطلق عليها سوبر اوكسايد لانها MO2. طيب عايز اقول لك حاجه هنا، لو جيت اوزن كي واحده O2 يبقى بارك الله فيما رزق دي اصلا كده موزونه، يعني مش محتاجه ان انا اتدخل ببالانس. والنبي بقى نلعب اللعبه بتاعتنا تاني عشان اقول نوت مهمه جدا 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 في الحته دي. جبت اول ميتال عندي اللي هو الليثيوم، هيتفاعل مع الاكسجين تفاعل طبيعي، ال Li+1 والاو -2 يبقى Li2O. ما دام لقيت M2O يعني مولكيول فيها 2 ميتال وواحد اكسجين، ده الطبيعي. لما عكست الفالنسي يبقى ده اسمه نورمال اوكسايد. طب نزلت تحت وجبت ميتال زي الصوديوم وفعلت الصوديوم ده مع الاكسجين، لما فعل الصوديوم مع الاكسجين هيديني اوكسايد مختلف اسمه بيروكسايد زي الطبيعي بس زياده اوهايه، يبقى بدل ما تبقى Na2O تبقى Na2O2. طب ولو جبت واحد من الكاربسيس دول لو جبت اي واحد منهم وفعلته مع اكسجين اندر بريشر، لان الموضوع ده مهم جدا وهقول لك مهم جدا ليه. لو جبت واحد من دول وفعلته مع اكسجين اندر بريشر يا دكتور يسري هيديني حاجه اسمها سوبر اوكسايد. السوبر ده بيبقى ميتال واحد واوهتين، يبقى KO2. هقول معلومه،
عارف الكربسيس دول لو فعلتهم مع اكسجين بدون بريشر يدوني ايه؟ يدوني بيروكسايد. يعني لو جبت الكي اللي هي سوليد اهي وفعلتها مع O2 اللي هو مين؟ جاز عند درجة حرارة بس without pressure، يعني من غير ضغط. من غير ضغط يديني بير عادي، يعني يديني K2O2 واجي بالبالانس اخلي هنا دي 2 بس. يبقى يا دكتور قصدك ان الكربسيس دول منافقين وعندهم وشين. لو سخنتهم بس مع اكسجين يدوني بيروكسايد، لكن لو سخنت حد من الكربسيس دول مع اكسجين وبريشر هيدوني السوبر اللي اسمه سوبر اوكسايد. بس كده يا دكتور؟ والله العظيم بس كده. وهناخد بقى شويه تفاعلات للنورمال اوكسايدز والبيروكسايدز والسوبر اوكسايدز، هتاخد مننا 5 دقائق. نقرا الكلمتين دول مع بعض، تعالى نقراهم مع بعض. همسح ده وتعالى نشوف السلايدز بتاعتنا بتقول ايه. يلا، النورمال اوكسايد بيبقى M2O. انا هسال وانت بقى اللي تقول. البيروكسايد زي النورمال بس بير يعني زياده اوهيه، يبقى M2O2. طب والسوبر؟ السوبر الميتال الاولاني واحد بس من الميتال معاه اوهتين، يبقى ده سوبر اوكسايد. مين اللي كان بيدي نورمال اوكسايد؟ الليثيوم. يبقى لو جبت ليثيوم مع اكسجين وحرقتهم عند درجه حراره 180 يا دكتور يسري هيديني Li2O. حلوه. طيب لو جبت صوديوم وفعلته مع اكسجين عند درجه حراره 300 هيديني صوديوم بيروكسايد. حلوه. طب ولو جبت حد من الكربسيس وفعلته مع اكسجين ودرجه حراره وبريشر مهمين قوي هيديني السوبر اوكسايد. طب يا دكتور ولو حد من الكربسيس ده وجالي في الامتحان بدون بريشر؟ لو حد من الكربسيس دول، يعني لو جبت بوتاسيوم اهي مع اكسجين ولقيت حراره بس وما لقيتش بريشر يديني عادي بيروكسايد، يعني K2O2 هخلي دي 2 كده. حلوه يا دكتور. يبقى انا عرفت التفاعلات بتاعتهم مع الاكسجين بتختلف ازاي. عايز تقول لي ايه بقى يا دكتور؟ عايز اشوف بسرعه كده الاكسيديشن نمبر بتاع الاو في مولكيول من دول. لو جيت هنا وشفت Li2O وسالتك الاكسيديشن نمبر بتاع الاو هيبقى بكام؟ الاو هنا الاكسيديشن نمبر بتاعها هيبقى طبيعي، يعني الرقم اللي فوق هنا هيبقى -2، لان الليثيوم دايما +1، واحنا متفقين مع بعض من الترم اللي فات ان مجموع الاكسيديشن نمبر بتاع دول لازم يبقى ايكوال 0. عندي 2 ليثيوم يبقى 2 في +1 اهم 2 ليثيوم زائد وحدة O يبقى 1 في -2، ده هيبقى ب+2 وده هيبقى ب-2، فمجموعهم هيبقى 0. يبقى الاكسجين اللي موجوده في النورمال اوكسايد الاكسيديشن نمبر بتاعها بيبقى -2 طبيعي جدا 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 زي اي اكسجين في الدنيا. طب الاكسجين بتاعت البيروكسايد تعال نلعبها مع بعض. انا عندي حاجه مثلا زي ده كده اهو، Na هرسمه لك هنا اهو، Na2O2. Na ثابته دايما بتبقى بكام؟ اي حاجه من جروب 1 A ثابته ب+1. طب يا دكتور يبقى انا عندي هنا 2 في +1 ماشي زائد 2 اكسجين، دي اكسجين مجموعهم هيبقى ايكوال 0، لان مجموع الاكسيديشن نمبر بتاع الاتومز اللي في اي مولكيول لازم يبقى ب0. 2 في +1 دي ب+2 زائد 2 اكسجين، يبقى هكتب هنا 2 اكسجين مجموعهم هيبقى ايكوال 0. يبقى ال2 اكسجين هودي +2 الناحيه الثانيه تبقى ب-2، يبقى الاو -2 ديفايدد 2 الاكسيديشن نمبر بتاعها هنا هيبقى ب-1. يبقى الاو بتاعت البيروكسايد الاكسيديشن نمبر بتاعها بيبقى ب-1. حلو الكلام. طب يا دكتور والسوبر اوكسايد الاو اللي فيه الاكسيديشن نمبر بتاعها بكام؟ تعال نلعبها مع بعض. يلا KO2 باللون الازرق اهو O2 يلا من الترم اللي فات مجموع الاكسيديشن نمبر بتاع كل الاتومز دي لازم يبقى ب0، واللي ثابته عندنا البوتاسيوم ب+1، يبقى عندي وحده بوتاسيوم ب+1 زائد 2 من الاكسجين مجموعهم لازم يبقى ايكوال 0. اوكس ده اللي هو اكسجين، يعني هكتبها لك O بس انت افهم انها O. ماشي يا دكتور. طيب ده ب+1 زائد 2 اكسجين مجموعهم ايكوال 0، يبقى ال2 اكسجين هودي ال+1 الناحيه الثانيه تبقى ب-1، هعمل ديفايدد 2 يبقى الاكسجين هنا الاكسيديشن نمبر بتاعها ب-12، يبقى الاو بتاعت السوبر اوكسايد هنا الاكسيديشن نمبر بتاعها ب-12.
الاكسيديشن نمبر دي من الترم اللي فات، لازم مجموع الاكسيديشن نمبر بتاع كل الاليمنتس اللي في المولكيول يبقى ايكوال 0. جروب 1 A كده كده ثابت ببلس 1، هعوض عن الصوديوم او الليثيوم او البوتاسيوم ببلس 1 واشوف عندي كام اكسجين واساوي بزيرو، اعرف الاكسيديشن نمبر بتاع الاكسجين، واتدربنا عليها كتير قوي الترم اللي فات. خلاص يا دكتور، يبقى انا لو مش فاكر ده من الترم اللي فات، الاكسجين في النورمال اوكسايد بيبقى الاكسيديشن نمبر بتاعه بماينس 2، في البيروكسايد بيبقى بماينس 1، واخر واحد عندي في السوبر اوكسايد الاكسيديشن نمبر بتاع الاو بيبقى بماينس هاف. عرفنا الفرق بين التفاعلات بتاعه الديفرنت تايبس اوف جروب 1 A ميتالز مع الاكسجين. هنعمل ايه دلوقتي يا دكتور؟ انظر الي يا عزيزي الطالب، بص كده. هنخش دلوقتي على جزئيه الا وهي التفاعلات اهي. هنخش دلوقتي على جزئيه الا وهي الرياكشنز اوف نورمال اوكسايد. يعني ايه الرياكشنز اوف نورمال اوكسايد؟ مش الليثيوم اوكسايد ده كان نورمال اوكسايد، يعني كان اوكسايد طبيعي يا دكتور يسري؟ ايوه. تعالى بقى مع بعض دلوقتي علشان نشوف الاوكسايد ده بقى نفسه اللي هو الليثيوم اوكسايد النورمال اوكسايد ده ايه صفاته وايه التفاعلات اللي بيعملها، ومنها نعمل التفاعلات بتاعه البيروكسايد والسوبر اوكسايد، نبقى خلصنا على الجزئيه دي. تعالى نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم كده بده. مين ده يا دكتور يسري؟ اهو Li2O. يعني قصد حضرتك ان انت جايب ايه؟ انا جايب نورمال اوكسايد وعايز اشوف صفاته، وبرضو خدنا بعض الصفات منها الترم اللي فات، تعالى نشتغلهم واحده واحده. الميتال اوكسايدز كانت بتسمى بيزك اوكسايدز، يعني ال Li2O ده لو جيت اشوفه اسيدك ولا بيزك كان بيبقى بيزك اوكسايد. طب يا دكتور ايه اثباتك ان هو بيزك؟ يعني ليه الميتال اوكسايدز دي بنقول عليها بيزك اوكسايدز؟ هقول لك انا، لان انا لو جبت اي ميتال اوكسايد طبيعي زي ده وحطيت عليه شويه ميه اللي هي H2O، هتلاقي بيتكون عند حضرتك بيز مشهور جدا اسمه ميتال هيدروكسايد. يعني ايه؟ يعني هيتكون عندك حاجه اسمها LiOH، يعني ليثيوم هيدروكسايد. ده بيز ولا مش بيز؟ ده بيز. يبقى اول صفه من صفات النورمال اوكسايدز ان انا لو حطيت عليها شويه ميه هتديني بيز صريح. حلو الكلام؟ حلو الكلام يا دكتور يسري. طيب تاني واخر صفه للميتال اوكسايد الطبيعي، لو جبت ميتال اوكسايد طبيعي زي ده اهو Li2O وحطيت عليه اسيد زي ال HCl مثلا، ايه اللي يحصل؟ تعال نشوف. اتفقنا مع بعض ان الميتال اوكسايد ده في حد ذاته بيزك ولا مش بيزك؟ يبقى تيجي تحته كده وتقول ان الميتال اوكسايد دايما ده بيبقى بيزك اوكسايد. طيب لو حطيت عليه HCl، ال HCl ده اسيد ولا مش اسيد؟ ايوه يا دكتور ده اسيد. خدت وانت عيل صغير بشرط في المدرسه ان اي اسيد وبيز بيتفاعلوا مع بعض بيدوني حاجه اسمها سولت اند ووتر. يا دكتور دي انا خدتها من وانا لسه عيل صغير بشرط، اسيد وبيز يدوا سولت ووتر. طب بالراحه بقى، السولت يتكون ازاي؟ خد من هنا الليثيوم وخد من هنا الCl، يبقى السولت اللي هيتكون عندي اسمه ليثيوم كلورايد. الليثيوم ببلس 1 والCl بماينس 1 زو يبقى دي الفورمه بتاعت الليثيوم كلورايد. والووتر لو مش عارف هرمي نفسك في الزباله عزيزي الطالب اللي هي ال H2O. بس كده؟ والله بس كده. يبقى لو جيت بقى اشوف التفاعلات بتاعت النورمال اوكسايد والبيروكسايد والسوبر اوكسايد، تفاعلات الاوكسايد نفسه، تفاعلات الاوكسايد نفسه لو جبت نورمال اوكسايد حطيته في شويه ميه هيديني ايه؟ هيديني بيز صريح اللي هو الكلي صريح اللي هو اسمه ميتال هيدروكسايد. طب يا دكتور لو جبت ميتال اوكسايد اللي هو بيزك اوكسايد بيز وحطيت عليه اسيد زي ال HCl، بيز واسيد يدوني سولت ووتر. بعد كده ابقى اعمل البالانس. يلا كده تعالى نشوف البالانس. هنا 2 ليثيوم، هنا وحده ليثيوم يبقى هنا 2. طب يا دكتور بعد كده هنا 2 OH، هنا H2 اهم اللي هم هنا موجودين H2 و2 O، ادي O وادي O يبقى هنا 2 O. يبقى انا كده وزنت والدنيا سهله وزي العسل. طب واللي تحت ده يا دكتور لو جينا نوزنه، هنا 2 ليثيوم وهنا واحده، يبقى لازم اخلي دي 2، وما دام دي خليت دي 2 هنا يبقى لازم اخلي دي 2. هتيجي تبص على الميه هتلاقيها مظبوطه، H2 اهم 2H و O واحده اهي O واحده. يبقى انا عملت البالانس بمنتهى السهوله. كل اللي عايزه يبقى في دماغك من غير بالانس ولا نيله ان انت تبقى مجمع معايا ان النورمال اوكسايد
اوكسايد دايما بيبقى بيزك اوكسايد. اثباتي على ده، لو حطيت عليه شويه ميه هيديني بيز صريح اللي هو ليثيوم هيدروكسيد. طب ولو جبت الميتال اوكسايد اللي هو بيزك اوكسايد ده وحطيت عليه HCl اللي هو اسيد، بيز واسيد يدوني سولت ووتر. خد ميتال من هنا ونون ميتال من هنا، البعيد مع البعيد LiCl والقريب مع القريب H2O ووزن في الاخر. حلوه حلوه. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ بصوا بقى دلوقتي حالا، بدل ما هجيب نورمال اوكسايد وافعله مع ميه واسيد، هجيب بيروكسايد افعله مع ميه واسيد واشوف الاختلاف عن ده ايه، واجيب سوبر اوكسايد وافعله مع ميه واسيد واشوف الاختلاف عن ده ايه، نبقى خلصنا. يبقى هجيب دلوقتي معاك بدل ده اللي هو نورمال اوكسايد بيروكسايد وسوبر اوكسايد، وافعلهم مع مين ومين؟ مع ميه واسيد، واشوف البرودكتس هتختلف في ايه عن الطبيعي او النورمال بتاعنا. يلا ما تيجي نشوف. هنجيب دلوقتي يا عزيزي يا قمر حاجتين، هنجيب البيروكسايد وهنجيب السوبر اوكسايد ونعمل نفس التفاعلات اللي عملناها على النورمال اوكسايد. عايزك تجيب لي ورقه بيضه وهتلم كله معايا في الورقه دي. تعالى الاول نفتكر مع بعض السلايد اللي فاتت، تكتبها بايدنا ورقه وقلم في قمه الورقه كده. بالنسبه يا دكتور يسري لده، مين ده؟ النورمال اوكسايد. فاكر النورمال اوكسايد يا طلوبي يا جميل؟ يا دكتور يسري فاكر النورمال اوكسايد. فكرني كده يا دكتور، اكزامبل على النورمال اوكسايد اللي احنا لسه عاملينه، اكتبه بايدك معايا تاني. زي الليثيوم اهو، الليثيوم اوكسايد جبت عليه تفاعلين، حطيت عليه مره ميه وحطيت على الليثيوم اوكسايد ده الطبيعي اهو مره اسيد، صح؟ يا دكتور. لما حطيت عليه ميه من شويه اداني ايه، ولما حطيت عليه اسيد اداني ايه؟ سمع لنفسك انت بقى. لما حطيت عليه ميه اداني بيز صريح اللي هو ليثيوم هيدروكسيد، وبعد كده اوزن يا دكتور يسري. حلو قوي. ولما حطيت عليه اسيد، علما بان هو في حد ذاته بيز، يبقى بيز واسيد يدوني سولت ووتر، يبقى اكتب كده تحته بين قوسين ان هو بيزك اوكسايد. وما دام هو بيزك اوكسايد يبقى تفاعله مع ال HCl هيديني سولت ووتر. السولت هيبقى البعيد مع البعيد اللي هو ليثيوم كلورايد اهو، ادي السولت، والووتر اللي هي H2O. بعد كده ابقى اعمل البالانس بتاعك، ما يهمنيش دلوقتي. تعالى بقى نركز الفرق في التفاعليه بين النورمال اوكسايد مع الحاجات دي عن البيروكسايد والسوبر اوكسايد، وتكتبهم بايدك معايا. فكك من البالانس وركز معايا في اللي هيطلع واحده واحده. بص يا صديقي، الله يخليك ويسترك كده يا قمر، هتيجي هنا معايا وندي اكزامبل للبيروكسايد. فاكر يا حبيب قلبي البيروكسايد ده كان بيجي منين؟ يا دكتور، النورمال اوكسايد كان M2O، البيروكسايد كان عنده اكسجينيه زياده اللي هو M2O2. والاكزامبل عندي على البيروكسايد كان مين؟ الليثيوم كانت بتعمل الطبيعي اللي تحتها لينا، تحت الليثيوم فينا الصوديوم كانت بتطلع لي بيروكسايد. يبقى لما نيجي نجيب اكزامبل على بيروكسايد هنجيب مين؟ لما نيجي نجيب اكزامبل على بيروكسايد هنجيب صوديوم اوكسايد. هجيب الصوديوم اوكسايد اهو يا دكتور Na2O2، مش ده صوديوم اوكسايد طبيعي، ده اسمه صوديوم بيروكسايد. الصوديوم بيروكسايد ده مره هحط عليه ميه زي ما عملت هنا في الطبيعي واشوف الناتج هيطلع عندي ايه، ومره هجيب الصوديوم بيروكسايد ده واحط عليه اسيد صريح زي ال HCl واشوف برضو اللي هيطلع لي ايه. على الهادي بقى علشان نشوف الفرق بين ده وبين ده ايه. تعالى بس نعدل دي عشان كده نازله بتشرب Na2O2 اهي بلس HCl. معلش يا حبيبي انا عندي OCD، ادعي لي اتعالج. يلا نبدا بقى بده. هو مش الطبيعي ان انا لما اجيب الميتال اوكسايد الطبيعي واحط عليه ميه يديني ميتال هيدروكسايد اللي هو بيز صريح؟ نفس الكلام بيحصل هنا. يعني لو جبت البيروكسايد وحطيت عليه ميه هيديني البيز الصريح. البيز الصريح بتاع الصوديوم اللي هو مين؟ اللي هو صوديوم هيدروكسايد. بس ايه اللي بيبقى زياده؟ الزيادات هعملها لك باللون الاحمر عشان تبقى عينك مبينه الفروق بين ده وبين الطبيعي. الزياده اللي هيظهر هنا ان هتظهر كمان H2O2 كبرودكت تاني.
ال H2O2 اللي ظهرت دي اسمها هيدروجين بيروكسيد. يبقى الميه الطبيعيه ووتر H2O، لو زودت اوهايه كمان بقت H2O2 يبقى اسمها هيدروجين بيروكسيد، يعني زياده اكسجينيه عن الطبيعي. يبقى الفرق بين ده وبين ده ان بيظهر هنا H2O2 ما كانتش بتظهر في الحاله الطبيعيه بتاعه الاديشن بتاع النورمال اوكسايد على الووتر. حلوه. طيب لو جيت احط على البيروكسايد HCl، البيروكسايد ده زي الاكسايد الطبيعي، يعني بيزك ولا مش بيزك؟ يعني بيزك يا دكتور يسري. طب والHCl دي اسيد ولا مش اسيد؟ ده اسيد صريح يا دكتور يسري. احنا عارفين ان اي اسيد وبيز بيدوني سولت ووتر، اهو اسيد وبيز، ادي الاسيد وادي البيز ادوني سولت ووتر. ايه اللي هيظهر هنا؟ برضه هيظهر سولت ووتر؟ لا، هيظهر سولت. تعال نشوف السولت. الصوديوم مع الCl هتعمل لي سولت اسمه NaCl. ابقى اوزن في الاخر، انا مش مهتم بالوزن دلوقتي، انا مهتم بالبرودكتس اللي هتطلع. يبقى ظهر عندي سولت NaCl زي اللي ظهر هنا LiCl، بس في الطبيعي كان بيظهر معايا ووتر، صح؟ لا، هنا مش هتظهر ووتر، بدل الووتر هيطلع هنا هيدروجين بير اوكسايد اللي هو HOT2O2. يبقى يا دكتور قصدك ان الفرق بين ده وبين الطبيعي ان لو حطيت ميه هيطلع هنا البيز الصريح بس زياده عليه H2O2. ايوه. ولو حطيت اسيد هيديني سولت ووتر؟ لا، هيديني سولت وحاجه اسمها هيدروجين بيروكسايد بدل الووتر. حلوه. طب تعالى نعمل اللي جنبها بتاعه السوبر اوكسايد. فاكر اكزامبل عن السوبر اوكسايد؟ يا دكتور فاكر. لينا وبعد لينا كان في ايه؟ كي اللي هو البوتاسيوم. البوتاسيوم ده لو سخنته مع اكسجين ببريشر بيديني السوبر اوكسايد، واحنا عارفين خلاص بقى ان السوبر اوكسايد الفورمه بتاعته بتبقى ام واحده ومعاها اوهتين. قشطه يا دكتور، قشطه طلبلب. على الهادي بقى، السوبر اوكسايد ده اللي هو اكزامبل عليه مين؟ KO2. يعني ايه KO2؟ يعني كي واحده واوهتين. هحط عليها مين يا دكتور؟ هحط عليها دلوقتي H2O اللي هي ميه مره، وهجيب KO2 اللي هو اسمه سوبر اوكسايد وهحط عليه HCl مره، واشوف اختلافه هيبقى ايه عن الطبيعي. بالراحه، مش الطبيعي لو حطيت عليه ميه بيديني بيز صريح، وهنا برضو هيديني بيز صريح. البيز الصريح بتاع البوتاسيوم هيبقى ايه؟ هيبقى بوتاسيوم هيدروكسايد يا دكتور يسري. حلو الكلام. ايه اللي هيظهر زياده معاه هنا؟ اسمع مني بقى. هيظهر زياده معاه هنا H2O2. ايه ده يا دكتور؟ ده زي البير بالظبط. زي البير بالظبط، بس هنا هتظهر حاجه تانية. ايه اللي هيظهر تاني بقى هنا؟ هتظهر زياده هنا O2 جاز، يعني هنا في اكسجين جاز هيطلع. يبقى الزياده ان انا لو جيت احل شويه سوبر اوكسايد بميه، يعني جبت سوبر اوكسايد وحطيت عليه ميه، هيديني البيز الصريح زي الطبيعي، بس هيديني زياده معاه هيدروجين بيروكسايد وكمان اكسجين. يبقى السوبر دايما بيطلع لي اكسجين زياده في البرودكت، السوبر دايما بيطلع لي اكسجين زياده في البرودكت. حلوه والله حلوه. طب تعالى نعمل اللي تحتها وهتستنتج بدماغك انا عايز اقول ايه. يلا، هجيب ده اللي هو مين؟ اللي هو سوبر اوكسايد. السوبر اوكسايد ده يا دكتور يسري برضه يعتبر بيزك. قصدك يا دكتور ان النورمال اوكسايدز بيزك والبيروكسايدز بيزك والسوبر اوكسايدز كمان بيزك. لو جبت بيز وحطيت عليه اسيد هيديني سولت ووتر. لا، مش هنا كان سولت وهيدروجين بيروكسايد، هنا نفس الكلام هيبقى سولت. خد لي البعيد مع البعيد، يبقى السولت هنا هيبقى KCl. ومين اللي هيبقى معاه؟ هل هيبقى سولت ووتر يا دكتور يسري؟ لا، ده هيبقى سولت وH2O2 يعني هيدروجين بيروكسايد دي بدل الووتر. وكمان عشان ده سوبر، السوبر دايما بيطلع لي اكسجين زياده في البرودكت. بس كده ثم تعمل البالانس هتلاقيه سهل ان شاء الله. البرودكتس تهمني اكتر من البالانس. يبقى يلا نلمها لما الطبيعي لو جبت نورمال اوكسايد وحطيت عليه ووتر هيديني بيز صريح. لو جبت بيروكسايد وحطيت عليه ووتر هيديني بيز صريح وهيدروجين بيروكسايد. لو جبت سوبر اوكسايد وحطيت عليه ووتر هيديني بيز صريح وهيدروجين بيروكسايد، وعشان سوبر هيطلع اكسجين كمان في البرودكت. ثم اوزن بعد كده. لو جبت نورمال اوكسايد اللي هو بيزك وحطيت عليه اسيد، ده الطبيعي، بيز واسيد يدوني سولت ووتر. حلو.
طب لو جبت بيروكسايد وحطيت عليه اسيد، بدل سولت ووتر هيبقى سولت وهوت اوتو، يبقى هوت اوتو دي بدل الووتر. جميل. طب ولو جبت سوبر اوكسايد وحطيت عليه اسيد وبرده ده بيزك، هيديني سولت وبدل الووتر هوت اوتو، عندها اكسجينيه زياده، وعشان ده سوبر هيديني كمان اكسجين جاز. حلوه حلوه يا دكتور، واتستفت في دماغي الحمد لله رب العالمين. جميله يا دكتور، بس عايز تقول لي ايه بقى؟ اسمع مني. البيروكسايدز والسوبر اوكسايدز دول بنطلق عليهم ان هم اوكسيدايزنج ايجنتس. يعني ايه كلمه اوكسيدايزنج ايجنتس؟ يعني لو حطيت جنبهم حاجه، الحاجه دي بتتاكسد، يعني دول دايما بيحبوا ياكسدوا اللي جنبهم. يبقى لو جبت سوبر اوكسايد او بيروكسايد وحطيت عليهم ووتر هياكسدوها، هيدوها اوهايه زياده، بقت H2O2. ده اهو برضه سوبر، هياكسد الووتر، يبقى اوكسيدايزنج ايجنت، هيدي الووتر اوهايه يخليها H2O2. ونفس الكلام هنا، لو جبت Na2 وHCl هتلاقي ظهر عندي H2O2، ميه عندها اوهايه زياده. لو جبت KO2HCl هتلاقي H2O2، يعني ميه عندها اكسجين زياده. يبقى ده اثبات على ان البيروكسايدز والسوبر اوكسايدز دول بيستخدموا في الكيمياء كاوكسيدايزنج ايجنت، يعني بيأكسدوا الحاجه اللي معاهم ويلبسوها اوهيه يدوها لها زياده. مش هنذاكرها حفظ كده، احنا فهمنا خلاص الفرق بين التفاعلات بتاعه النورمال اوكسايدز مع الميه والاسيد عن البيروكسايدز مع الميه والاسيد عن السوبر اوكسايدز مع الميه والاسيد. جميله جميله. طيب اخر حته بقى، اخر حته والله، اخر حته بيقول لحضرتك ايه؟ البالانس. البالانس اللي قدام حضرتك ده شايفه اهو، بسم الله، واحده واحده. لما نيجي بقى نعمل البالانس بتاع الايكويشنز دي اهو، هنا ظهرت H2O2 زياده، هنا H2O2 بدل الميه، هنا H2O2 زياده واكسجين زياده، وهنا H2O2 اهي بدل الميه واكسجين زياده. عايز تقول لي ايه يا دكتور بقى البالانس؟ لو جيت امسك اول واحد ده واوزنه، هنا زودت 2 هنا و2 هنا، هتلاقيه اتفه بالانس في الدنيا. يعني البرودكت ده هيبقى هنا فيه 2 والH2O دي هيبقى فيها 2، زي البالانس اللي علمته لك في الترم الاولاني بمنتهى السذاجه. وده نفس الكلام، هتلاقي البالانس بتاعه مش محتاج تفكير، هنا 2 و2 هتلاقيها سهله وبمنتهى السذاجه. دول بتوع السوبر اللي هتلاقي البالانس بتاعهم رخم شويه. ده هيبقى 2 2 2 ودول وحايد، وده هيبقى 2 2 2 ودول وحايد. لو حابب تحفظ ده احفظه، بس والله لو اشتغلت البالانس زي ما عملناه في التأسيسية بتاعه الترم اللي فات هتلاقيه بايدك ورقه وقلم، هيتعمل بمنتهى السهوله. خلصنا الحمد لله، وقلت لك يهمني البرودكتس اكتر من البالانس والله العظيم. هنعمل ايه بقى دلوقتي يا دكتور يسري؟ حته زياده بس كده، انظر الي فيها حبيب قلبي الطالب اهي. بيقول لك ان السوبر اوكسايدز فقط، السوبر اوكسايدز ايه فقط ليها تفاعل، ان انا لو جبت اي سوبر اوكسايد وحطيت على السوبر اوكسايد ده كربون دايوكسيد، سوبر اوكسايد وحطيت عليه كربون دايوكسيد، هينتج حاجه اسمها ميتال كربونات. على الهادي كده، مش ده سوبر اوكسايد وده كربون اوكسايد ركز كده، الكي ده الميتال ببلس 1، والكربونات دي ده جروب بماينس 2. لو جبت ده هنا وده هنا يبقى الكي مع السي او 3 المولكيول اللي بيكونوها يبقى اسمها K2CO3. ده كده اسمه ميتال كربونات. يبقى لو جبت اي سوبر اوكسايد، ما قلتش نورمال، ما قلتش بير، قلت ايه؟ قلت سوبر. جبت سوبر اوكسايد وحطيت على السوبر اوكسايد ده كربون دايوكسيد جاز، يعني جيت ونفخت فيه، هيطلع عندي حاجه اسمها ايه؟ هيطلع حاجه عندي اسمها ميتال كربونات، وبرضه هيطلع اكسجين جاز. خلي بالك اي تفاعل للسوبر اوكسايد سواء كان مع ميه، سواء كان مع اسيد، سواء نفخت فيه كربون دايوكسيد، لازم يطلع برودكت هنا اللي هو اكسجين جاز. طب يا دكتور الرياكشن ده بيحتاج كاتاليست؟ ايه الكاتاليست اللي بيحتاجه؟ كوبر كلورايد. كلمه كاتاليست هنا معناها محفز للكيميكال رياكشن، يبقى علشان الرياكشن ده بيتم في وجود محفز اللي هو الكوبر كلورايد كاتاليست، والبالانس بتاعها بيبقى 4 2 2 3. سهل برضو، عملناه قبل كده في الحصص التأسيسية. جميلة يا دكتور الحمد لله رب العالمين. يبقى انا محتاج دلوقتي لما ورقة واحدة تلم لي كل الرياكشنز اللي مع الاكسجين. والله العظيم دي هدية، دي العيدية بتاعتي. العيدية بتاعتك يا دكتور، هاخد هدية. بص انا عيديتي عاملة ازاي بقى، ورقة بيضة فاضية الم لك فيها كل الرياكشنز دي في ورقة واحدة تبقى جنب السرير. تعرف تقول لي دلوقتي على الهادي الترتيبه بتاعت جروب 1 ايه؟ اقولها لك يا دكتور، يلا. لينا ادي ليه ما كانت في كارب
الله الله، كانت في كرب ليه؟ عشان سيس. حلو قوي. لو جيت على كل دول وحرقتهم مع اكسجين، ايه النتيجه اللي تطلع عندي على الهادي؟ الليثيوم لو جيت حرقته مع اكسجين هينتج منه ليثيوم اوكسايد اللي هو الطبيعي Li2O اللي هي نورمال اوكسايد. حلو. لو جبت البوتاسيوم وحرقته مع اكسجين جاز هينتج منه البيروكسايد يعني زياده أهاية، هيبقى Na2O2. حلو قوي يا دكتور. لو جبت اي واحد من الثلاثه دول وسخنته مع اكسجين بس، يعني سخنته في وجود اكسجين، كل ده بسخن في وجود اكسجين، كل ده بسخن في وجود اكسجين، يعني المثلث ده تسخين في وجود اكسجين. حلو. لو جبت اي واحد من دول وسخنته في وجود اكسجين بس من غير بريشر هيطلع بيروكسايد، يعني هتطلع عندي حاجه زي الكي وهتطلع K2O2، يعني هتطلع بيروكسايد عاديه. طب امتى يطلع سوبر يا دكتور؟ لو سخنته مع اكسجين وضغطت، يعني عملت ابلاي لبريشر. لو زودت البريشر عن 1 اتموسفير مع واحد من الثلاثه دول هيظهر عندي سوبر اوكسايد اللي هو KO2. قشطه قشطه يا دكتور. حلو قوي قوي قوي. ركز بقى، هتيجي هنا جنب ده وتقول لي ان ده كده بين قوسين ايه؟ نورمال اوكسايد. هتيجي هنا وتكتب لي ان ده كده بين قوسين هيبقى بيروكسايد. لو سخنت واحد مع دول مع اكسجين بس هيديني بيروكسايد، لكن لو في وجود بريشر هيديني سوبر اوكسايد. ثم تقسم لي الصفحه من النص كده يا دكتور، بعلمك تذاكر والله العظيم يا ابني، تقسمها وتعمل تفاعلات النورمال والبير والسوبر مع ميه مره ومع اسيد مره. نبتدي بالنورمال يا دكتور يسري. يلا. النورمال عندنا اللي هو Li2O، هجيبها مره واحط عليها ميه، وهجيبها مره اهي واحط عليها اسيد. ثم هجيب اللي بعده اكزامبل من مين؟ من البير. هجيب ال Na2O اللي هو بيروكسايد وهحط عليه مره ميه، وهجيب ال Na2O2 واحط عليه مره اسيد. ثم هجيب واحد من السوبر واحط عليه مره ميه ومره اسيد اللي هو مثلا ال KO2 ده اهو. هجيب KO2 اللي هو سوبر واحط عليه مره ميه، وهجيب ال KO2 اللي هو السوبر واحط عليه مره اسيد. يلا نشوف النتائج ايه. نبتدي الاول بالطبيعي. يلا. ده ميتال اوكسايد طبيعي ودي ميه، يبقى اللي هينتج عندي هنا هيبقى ايه يا دكتور يسري؟ هينتج عندي بالصريح اللي هو ليثيوم هيدروكسايد وبس، وفي الاخر اوزن. طب جبت الطبيعي وحطيت عليه HCl، هاخد البعيد مع البعيد يعني ليثيوم كلورايد ادي سولت، والقريب مع القريب هتديني ووتر. حلو قوي حلو قوي يا دكتور. طب الاختلاف هيبقى ايه لو جينا نعمل نفس العمليات اللي احنا عملناها دي بس بدل للنورمال للبير؟ لو بدل للنورمال للبير هيحصل الاتي، نفس الكلام Na2O2 مع H2O هتحلها بشويه ميه هتديني بالصريح بس بتاع الصوديوم. يبقى هنا هنحط NaOH بس هيظهر زياده ايه؟ هيظهر زياده H2O2 ما كانتش ظاهره هنا. حلو يا دكتور. طيب ولو حطيت عليه اسيد، برضه هيكون صولت البعيد مع البعيد يبقى NaCl، ثم ده هيكون ووتر. لا هنا بدل الووتر اللي بيظهر H2O2 اللي هو الهيدروجين بيروكسايد. طب يا دكتور السوبر بقى يختلف في ايه؟ السوبر ده دايما بيطلع لي اكسجينيه زياده في البرودكت. يبقى لو جبت حاجه زي السوبر ده مع ال H2O اهو هينتج عندي الميتال هيدروكسايد اللي هو البيز الصريح ومعاه H2O2 ومعاه زياده اكسجين جاز. طب ولو جبته اهو ال KO2 مع ال HCl وسخنتهم مع بعض، برضو البعيد مع البعيد هيعمل لي سولت اهو اللي هو KCl بس بدل الووتر هتبقى هيدروجين بيروكسايد. ومادام يا دكتور ده سوبر اوكسايد يبقى لازم يطلع لي هنا اكسجين. وكان في تفاعل زياده، التفاعل الزياده ده كان خاص فقط بالسوبر، ان انا لو جبت سوبر اوكسايد ونفخت عليه كربون دايوكسيد واستخدمت كاتاليست اللي هو كوبر كلورايد هيديني الميتال كربونيت ومعاه اكسجين جاز. حلو الكلام يا دكتور، حلو الكلام يا دكتور. وفي الاخر اعمل البالانس بتاعي كده. حبيب قلبي احنا قضينا ونهينا على الرياكشن ويز اكسجين. فاضل
التوت بس داخل عندك في امتحان الشهر برضو، وده اخر حاجه داخله في امتحان الشهر، حته حفظ اللي هي الاور، او ازاي بقدر استخرج الحاجات بتاعت جروب 1 ايه الحاجات اللي موجوده في الطبيعه كتير وايه الحاجات اللي موجوده في الطبيعه قليل. هعملها لك في لينك صغير ونبقى خلصنا. خد دي سكرين شوت واكتبها بايدك قبل ما تنام اهو، مره واثنين وثلاثه، وخليها جنب سريرك كده. انا لميت لك الرياكشنز مع الاكسجين كلها في ورقه واحده. يلا نعمل حته الاور او الاصل بتاع جروب 1 ايه بنستخرجهم منين؟ يلا بينا. يلا بينا. الاباندنس يعني نسبة التواجد بتاعة الالكالي ميتالز ان نيتشر. ربنا سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر، يعني كلنا خلق ربنا، انا وانت وكل البريودك تيبل. جروب 1 ايه ده برضو خلق ربنا، بس ربنا خلق لنا الالكالي ميتالز دي، بعضهم موجودين بكثرة في الطبيعة وبعضهم موجودين رير او موجودين بنسب قليلة في الطبيعة. طب يا دكتور ما تفكرني بيهم كده علشان نحفظهم ونعرف كل واحد بيبقى متواجد في الطبيعة في هيئة ايه. يلا نلمهم والنبي. قلنا البت اسمها لينا، يبقى اول اتنين هم لينا. كانت في ايه؟ كانت في كارب. الله، كانت في كارب ليه؟ علشان سيس يا دكتور يسري. وفي واحد هقوله دلوقتي، استنى معايا. انظر الي يا عزيزي الطالب، هم كلهم مخلوقين في الطبيعة بنفس النسب؟ لا، في 2 منهم بس موجودين في الطبيعة بكثرة. يعني the most abundant alkali metals اللي هم من جروب 1A are الصوديوم والبوتاسيوم، اللي انت تعرضت ليهم كتير قوي من وانت صغير، انت على طول بتسمع صوديوم وبوتاسيوم دي. يبقى اكتر 2 فيهم كلهم موجودين في الطبيعه بكثره هما الصوديوم والبوتاسيوم. الصوديوم ده هو سادس اباندنت اليمنت في الدنيا، والبوتاسيوم ده هو سابع اباندنت اليمنت في الدنيا كلها. الله يا دكتور حلو قوي، يبقى انا عرفت اكتر 2 متواجدين في الدنيا ربنا خالقهم بكثره هما الصوديوم والبوتاسيوم. طب يا دكتور هم الصوديوم والبوتاسيوم دول بيبقوا موجودين كده، يعني انا بمشي في الشارع الاقي حته صوديوم حته بوتاسيوم؟ لا، في حاجه اسمها الاور او الصخره اللي وجدنا فيها الاليمنت ده موجود بنسبه كبيره وبنقدر نعمل له اكستراكشن منها. انظر الي كده، هنتكلم على حاجة اسمها the most important ores. كلمة اور علم عليها وقول ان هي المنجم او الصخرة اللي بيبقى موجود فيها الاليمنت اللي انا عايزه، بس بيبقى معاه شوية حاجات تانية. كل اللي انا بعمله ان انا بعمل له اكستراكشن، يعني بطلعه من الصخرة دي وافصله لوحده. طب ربنا خلق لنا دايما الصوديوم في شكل ايه؟ الصوديوم هايل، ده ميتال هايل، يبقى على طول موجود في شكل حاجة اسمها هالايت، يعني الصخرة اللي موجود فيها الصوديوم بكثرة صخرة هايلة اسمها هالايت. حلو قوي. طب والبوتاسيوم يا دكتور؟ البوتاسيوم موجود في البحر، يعني انا لو نطيت جوه البحر كده جسمي عليه شوية بوتاسيوم. ليه؟ لان السي ووتر غنية جدا بالبوتاسيوم. وكمان في حاجة اسمها كارنالايت ديبوزيتس. ايه الكارنالايت ديبوزيتس دي يا دكتور؟ الكارنالايت ديبوزيتس دي بتبقى صخرة مكونة من بوتاسيوم كلورايد ومغنيسيوم كلورايد، بس بيبقوا هيدريتد ومحاطين ب6 مولكيولز من الووتر، اسمها هيدريتد بوتاسيوم مغنيسيوم كلورايد. هيدريتد يعني ميه ثم بوتاسيوم ومغنيسيوم معاهم كلورايد. بنطلع البوتاسيوم من هنا وبنطلع البوتاسيوم من السي ووتر. طب والصخره يا دكتور الاساسيه اللي بيتواجد فيها البوتاسيوم اسمها سيلفايت. يبقى انا عندي واحده هالايت هايله اللي هي الصوديوم، وصاحبتها اسمها سيلفيا سيلفايت اللي هي فيها KCl بنطلع الكي منها. حلو الكلام، حلو الكلام يا دكتور يسري. يبقى احنا خلصنا الاور بتاع كل حاجه او الصخره اللي كل حاجه موجوده فيها. الصخره هنا اسمها هالايت وبتبقى مليانه NaCl، الصخره هنا اسمها سيلفايت وتبقى مليانه KCl وموجود برضو في السي ووتر، والكارنالايت ديبوزيتس برضو اللي موجوده في الووتر. يبقى انا دلوقتي طلعت الاور او المصدر بتاع كل حاجه وحفظتها، هالايت سيلفايت. اكتر 2 يهموني، الهالايت اللي هو NaCl، سيلفايت اللي هو KCl، وكمان تحفظ الكارنالايت ديبوزيتس اللي هي KCl MgCl2 معاهم 6 مولكيولز ميه. هقول كلمتين بس، بص كده. بقيه الحاجات، بقيه الريست اوف ميتالز دول، بقيه الميتالز اللي موجوده في جروب 1A دي بنسميها رير. رير يعني ايه؟ موجوده في صخور بس صخور نادره جدا، وكميه تواجدها اقل بكتير قوي من الصوديوم ومن البوتاسيوم ومش عليها حفظ. ثم
في واحد دايما انا بفكس له، مش لينا في كرب عشان سيس. يا دكتور لينا في كرب عشان سيس، ولو بصيت على البيريود السابع هتلاقي في اليمنت اسمه فرانسيوم. ايوه يا دكتور، الفرانسيوم ده اللي هو الاف ار ده ماله بقى؟ الفرانسيوم ده يا حبيب قلبي عباره عن راديو اكتيف اليمنت، يعني مشع. واول لما اقول لك راديو اكتيف اليمنت يعني مشع، يبقى ليه قواعد تانية خالص في الدنيا هناخدها مع بعض في اخر شابتر عندنا في المنهج اللي هو شابتر 3. يبقى انا اعرف ان الفرانسيوم ده ميتال موجود في جروب 1A، ما بهتمش بيه قوي دلوقتي، ههتم بيه اكتر في شابتر 3 لان ده راديو اكتيف وبيجي من اليمنت تاني. الاليمنت التاني ده اسمه اكتينيوم. لما الاكتينيوم نيوكليوس دي يحصل لها ديكي، وهتفهم اللي انا بقوله ده في شابتر 3، هيظهر عندي الفرانسيوم اللي هو موجود في جروب 1A برضو، ما بهتمش بيه دلوقتي، بهتم بيه في شابتر 3. وبكده عزيزي الطالب نبقى الحمد لله رب العالمين قضينا على بارت 1 من ليسون 1 شابتر 3، وده اخر جزء داخل في امتحان الشهر اللي هو كبير جدا جدا جدا، لان انت الترم ده عندك امتحانين شهر بس. فارجو يا رب ان انت ترفع راسي بدرجات حلوه في امتحان الشهر. حصه الاسئله بتاعت كويستشنز اند انسرز تقييمات الوزاره كلها هتنزل لك ان شاء الله باذن الله قبل امتحانك، ليله الامتحان قاعد عليها ما بتعملش اي حاجه غير ان انت تحل الاسئله. شوف حصص الريفيجن بتاعه شابتر 1 كويس وخليها تستقر جوه قلبك، هي اللي انت هتشوفها قبل الفاينل. ما تنسانيش بدعوه حلوه، شد حيلك عزيزي، وحصتنا الجايه هيبقى اسمها ليسون 1 بس بارت 2 في ميعادنا الثابت اللي هو امتى يا دكتور يسري؟ اللي هو كل سبت من كل اسبوع ان شاء الله رب العالمين. يوم السبت الجاي اللي هو مش تاني يوم العيد، لا السبت اللي بعده هينزل بارت 2 من الحصه دي، ونبدا بقى نستأنف في شابتر 2 كله ان شاء الله لغايه لما نخلصه على خير زي ما خلصنا شابتر 1. شكرا حبيبي الطالب، ارجو ان انت تشد حيلك تذاكر حلو وتبذل مجهود. اللمات اللي عملتها لك كانت مجرمه، تلمها كلها في ورقه واحده. الاكواد اللي انا بعملها دي والله متعوب فيها عزيزي الطالب جدا جدا جدا. ارجو ان انت ربنا يوفقك ان شاء الله ان انت تعرف تذاكر صح. حصه الاسئله مهمه جدا، اشتغلها وانت رايق بقى مع كوبايه شاي بلبن وشويه كحك. وما تنسانيش عزيزي الطالب بدعوه حلوه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.